النهارده إن شاء الله هنتكلم عن توبيك مهم قوي، واللي إحنا قلنا نهينا بيه المرة اللي فاتت. يعني قلنا إن شاء الله المرة دي هنتكلم فيه. وهو توبيك اللينك فيلدز أو الفورين كيز. طيب، وقلت إن إحنا آخر حاجة وصلناها وإحنا بنكري الدوك تايب، وعملنا بالفعل الدوك تايب بسيط كده. كنا بنكري الدوك تايب إزاي؟ بنخش على الدوك تايب ليست ونعمل دوك تايب. آه طبعا فيرجن 15 بيخليني في الأول أحط الاسم التيبل اللي أنا كريته. هسمي مثلا تيست مثلا. واتكلمنا إن إحنا بنختار الموديول، وطبعا الموديول ده يبقى لينكد ب آب أنا عامله. طيب، آخر حاجة وصلنا لها إن إحنا كنا هنتكلم عن اللينك فيلدز، وقلنا إن اللينك فيلد مش هينفع إن إحنا نستخدمها على طول إلا لما نفهم بالظبط إيه هي اللينك بالظبط فيلد في الداتابيز، وإيه اللي بيحصل، بحيث إن إحنا بعد كده لما نيجي نعمل مستند أو أي فيتشر جديد تطلب مننا في اي بي نيكست، لازم نكون دارسين الفيتشر دي كويس، ونقدر نعمل ديزاين ليها كويس، بحيث إنها تتوافق مع الداتابيز ديزاين صح. من ناحية الداتابيز تبقى صح كديزاين، ومن ناحية الدورة المستندية برضو والحسابات والمخازن تبقى صح. فالدورة المستندية بالنسبة للحسابات والمخازن فدي هتيجي مع التمرين وانت شغال في اي بي نيكست. يبقى بس معاك حد يقول لك لازم تسمع هنا وتعمل هنا. لكن الداتابيز مع بعض برضه هنحافظ دايما ان الدورة المستندية تبقى مظبوطة. لكن بالنسبة للديزاين بتاع الداتابيز محتاج ان انت تبقى متمكن او فاهم الداتابيز ديزاين صح، عشان تقفل السايكل بتاعتك كاملة يعني. طيب، نتأكد بس ان هو كده بيسجل. طيب. طيب، نبدأ بسم الله. أول حاجة خلينا نقول إن أنا مثلا عندي تو تيبلز، وعندي داتابيز أهي، وعندي جدولين، واحد اسمه فوتو والتاني يوزر. فوتو ده عندي فيه كولومز اي دي ويو ار ال ويوزر اي دي، واليوزر عندي فيه اي دي ويوزر نيم. طيب، يوزرز من اسمه هو اليوزرز او المستخدمين، والفوتوز ده من اسمه برضه هو جدول الصور. طيب، تعالى نشوف المنظر اللي قدامنا ده. عندنا هنا في الداتابيز اليوزر في اي دي ويوزر نيم اللي هو بيانات عن اليوزر نيم ده، وجدول الفوتو هنلاقي فيه اي دي ويو ار ال او لينك الصورة، يعني دي الكولوم اللي انا هشيل فيه اللينك. وعندي هنا خانة يوزر اي دي. تمام. اللي احنا مفروض هنتكلم عنها السيشن دي، وهي اللينك فيلد، او ان انا الينك ما بين جدولين. يعني مثلا انا كيوزر طبيعي يبقى عندي كذا صورة، وركز في الحتة دي. يبقى انا عندي ماني فوتوز للوان يوزر، يعني انا وان يوزر ممكن انزل كذا صورة، زي مثلا انستجرام او فيسبوك او كده بيخليك انت يوزر تقدر تنزل كذا صورة. طب انا الصور اللي انا بنزلها دي، زي مثلا نزلت 3 4 10 20 30، لازم كل صورة بنزلها ليها اي دي ويو ار ال، وليها لينك باليوزر صاحب الصورة. طيب، هنتكلم بالتفصيل اكتر. طيب، مثال تاني عندي كومنتس. طيب، جميل. خد بالك من الحتة دي. الكومنت الكومنت انا بقدر اعمل كذا كومنت على الصورة الواحدة. يبقى الفوتو الواحدة الوان اقدر اعمل عليها ميني كومنتس. في نفس الوقت الكومنت ده لن ملينك بيوزر، واليوزر الواحد يقدر يعمل كذا كومنت. طيب، تعال نترجم الكلام ده لبعض المصطلحات بعد كده نشرحها. يبقى انا عندي في ريليشن ما بين اليوزر والفوتو. اليوزر واحد 1، والفوتوز ميني. ليه ميني؟ عشان ميني فوتوز هاف وان يوزر، كذا صورة عندها يوزر واحد، او اليوزر واحد يمتلك كذا صورة. طيب، بالنسبة للكومنتس، many comments
كذا كومنت على صورة واحدة، او صورة واحدة على كذا كومنت. طيب آه، نعتبر ان انا قلتش حاجة ونكمل وهتوضح الدنيا اكتر. نبدأ نشوف الداتا فعلية قدام. دلوقتي عندي جدول اليوزرز وشوية داتا، حطيت شوية داتا فيه. عندي 5 روز، عندي من 1 ل5 اي دي، وعندي اليوزر نيم بتاعتهم. تمام. و تيبل الفوتوز، نبدأ بتيبل الفوتوز. احنا قلنا ان في ريليشن ما بين اليوزر والفوتوز. جيت انا قلت لك عايز ازود فيتشر ليها علاقة بالسوشيال ميديا او كده، فعندي يوزرات وعندي صور. بس انا قلت لك ان الصور دي انا عايز اليوزر يقدر ينزل صور براحته، يبقى عنده اتاحة ان هو ينزل صورة، صورتين، 3، 4. فبكده بفكر فيها ازاي؟ بفكر فيها ان اليوزر الواحد هيقدر ينزل كام صورة، واحدة ولا كتير؟ كتير. فدايما الميني او الفوتوز لما تبقى ميني بحط فيها خانة لينك باليوزر. دايما الناحية الميني، الناحية الكتير، بيبقى اللينكد باليوزر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي صورة، الصورة دي آه، على يوزر 3. فلو بصينا كده هنلاقي ان في فعلا يوزر الاي دي بتاعه 3 ملنك بالصورة دي. طيب جميل قوي. طيب نيجي على الصورة اللي بعديها اللي هي اللينك بتاعها ده، هنلاقي ان اليوزر اي دي فيها 5. هنلاقي فعلا ان احنا عندنا يوزر باي دي 5. طيب نيجي نبص على الصورة اللي بعديها، هنلاقي خانة اليوزر اي دي فيها رقم 3. التلاتة ده هو الاي دي او النيم بتاع اليوزر. هنلاقي ان هو ده اتقابل. يعني يوزر اي دي 3 اللي هو اسمه الفريدو عنده صورتين، منزل صورتين. عرفت منين ان هو منزل صورتين؟ لان في تيبل اليوزر عندي صورتين، وخانة اليوزر اي دي فيها، تعال بقى نسمع المصطلح ده، فيها البرايمري كي بتاع اليوزر، فيها اليونيك اي دي بتاع اليوزر. يعني ايه اليونيك؟ يعني اللي انا متاكد مليون في المية انه عمره ما يتكرر. يعني عمر ما جيرارد ده ياخد نفس الاي دي بتاع الفريدو، عمر ما الثلاثه ده يتكرر. يبقى انا دايما عندي كولوم في الداتابيز. بالمناسبه ان احنا بالنسبه لنا في ايربينكس الكولوم ده اسمه النيم، ده اللي عمره ما يتكرر، اللي اسمه البرايمري كي. ده اللي بيبقى برايمري كي بتاع اي مستند. يعني انت لو دخلت على اي مستند ايا يكن حرفيا في السيستم، هتلاقي دايما فوق كده الاسم ده. ده بيبقى النيم او البرايمري كي بتاع اي ريكورد في الداتابيس، وده مستحيل يتكرر. طيب ليه؟ لان ده برايمري كي، هو بيبقى الفورين كي بتاعي او اللينك فيلد بتاعي لما احب اربط اي جدول تاني بالايتم. طيب تعال نكمل. طيب يبقى انا كده لو كملت هلاقي ان الصورة رقم 20 دي اللي هي اي دي 20 اليو ار ال كذا ملنكه بيوزر رقم كام؟ تالت. يبقى انا عندي يوزر رقم 3 ده عنده كام صورة؟ عنده 1، 2، 3. طيب تعالى نرجع نتكلم بالمصطلحات. يبقى انا عندي اليوزر الواحد اللي هو الفريدو have many photos. يبقى لما اجي احط اللينك فيلد يبقى دايما بحطها في الجدول الميني. لما افكر فيها كده، يبقى انا الفوتوز بالنسبه لي هيبقى كذا صوره، واليوزر هيبقى اليوزر واحد. يبقى دايما خانة اللينك فيلد اللي هي هتبص او هتجيب البرايمري كي بتاع اليوزر هتبقى فورين كي في الجدول اسمه فوتوز. يعني الخانة دي كده اسمها اي جدول بيبقى فيه البرايمري كي، الاي دي بتاعه هو البرايمري كي. وده آه عنده حاجة اسمها يونيك كونسترين، ان هو مستحيل 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 ان هو يتكرر. لكن لما الاي دي ده بتاع اليوزر يروح في جدول تاني بنسميه بيبقى فورين كي. يبقى ايه فورين كي؟ معلش نصلح بس الغلطة يبقى فورين ايه كي. بس ما يبقاش عليه كونستين معين، انا اللي بحدد. ممكن اخليه ما يتكررش او يتكرر، بس انا حاليا بيتكرر لان انا عندي الديزاين ده ان انا عايز اليوزر يبقى عنده كذا فوتو. فبكده قلت خلاص يبقى في جدول الفوتوز او تيبل الفوتوز هعمل كولوم فورين كي او لينك بمصطلح اير بي نكست باليوزر.
ليه؟ لان انا عارف ان الفوتو دي ممكن تبقى تبع يوزر 3 في مره، والفوتو اللي بعديها تبع يوزر 5، والفوتو اللي بعديها تبع يوزر 3، لان اليوزر الواحد هيبقى عنده كذا فوتو. طب نرجع لجدول الكومنتس. برضه هنشوف ان الكومنت الواحد بالنسبه لكل جدول ايه. يعني انا بفكر آه كل ما امسك جدول ما ينفعش افكر فيه ما بينه وبين 4 جداول 5 جداول، كان لا، باخد كل جدولين مع بعض، كل تو تيبلز مع بعض، وافهم الريليشن بتاعتهم صح عشان اعمل ديزاين صح. طيب الكومنتس بالنسبه للفوتوز، انا الفوتو الواحده one photo have many comments، يبقى انا هنا الكومنتس هنا هيبقى many، صح كده؟ يبقى انا اقدر ان انا اقول خلاص بمناسبه ان الكومنت هنا هيبقى many comment على فوتو واحده، على اي دي فوتو واحده، خلاص هعمل خانه فورين كي او لينك، هنسميها بقى المره دي لينك عشان نمشي بنفس التسميه بتاعت اي ار بي نيكست. خانه لينك، لينك فيلد، بايه بقى؟ بتيبل ايه؟ بتيبل الفوتوز. ليه؟ لان الخانه الفورين، اسف انا عملت السهم غلط، هو المفروض هنتكلم على الفوتوز دلوقتي. تمام. يبقى one photo have many comments، يبقى انا اجي عند الجدول الريليشن بتاعته many، واعمل خانه لينك فيلد تبقى فورين كي لجدول الفوتوز، او تبقى لينك فيلد بمسمى ايربنكس جدول الفوتوز. فبكده في خانه الفون اي دي، الفوتو اي دي، اقدر ان انا اسلكت الايه، الفوتو اي دي. فبالتالي الكومنت ده محطوط على فوتو اي دي رقم 4. طبعا احنا عندنا هنا الجدول من 1 ل 20. عندنا الكومنت التاني ده على فوتو اي دي كام؟ 5. طب الكومنت الاخير ده على فوتو اي دي كام؟ 3. طيب تعال نفكر كومنتس بالنسبة لليوزرز. طيب اليوزرز 1 الكومنتس ميني، ليه؟ لأن أنا يوزر واحد يقدر يكريت إيه؟ كذا كومنت. يبقى أنا كده الريليشن بتاعتي، تعال بقى نقول مصطلح كده سيكوال أو سيكوال بسرعة. يبقى أنا الريليشن ما بين اليوزر والكومنتس 1 to many. one user have many comments، يبقى relation one to many. معنى one to many ان انا بقول له خلاص طالما حددت ان التيبل ده هيبقى بالنسبه لي many، يبقى انا واليوزر 1، يبقى انا كده هعمل خانه لينك فيلد، لان انا هيبقى عندي كذا كومنتس او كذا كومنت على يوزر اي دي. فهبدا اعمل خانه هنا لينك بتيبل اليوزر. وده يعتبر الابروتش اللي بناخده لما تيجي نعمل اي فيتشر جديده في ايربنكس، بجانب طبعا حته اللوجيك اللي هي ليها علاقه المخازن المحاسبيه دي، هنتكلم فيها برضه بعدين، بس احنا هنتكلم الاول كديزاين او داتابيس ديزاين صح. طيب نبدا نشوف الكويز. ايه لازمتها بقى ان انا اقعد اكبر في عدد الجداول؟ يعني ليه مثلا ما اجيش اقول لك طب يلا بقى، ليه نقعد نعمل جداول كتير ووجع دماغ؟ ما نعمل الفوتوز على الكومنتس جدول واحد. يعني مثلا نعمل كولوم اسمه اي دي، وكولوم اسمه يو ار ال، وكولوم اسمه يوزر اي دي، بس هنزود كمان كولوم اسمه مثلا كونتنت ومش عارف، بحيث ان احنا ندمج الجدولين دول مع بعض والسلام، مش لازم نفصل. لا، قال لك لا، ما هو انت من الادفانتج كل ما يبقى عندك تيبلز او اكتر وتوسع السكيما بتاعتك. بالمناسبه الشكل ده كده اللي هي الجداول بالمنظر ده اسمها سكيما. كل ما توسع السكيما بتاعتك وادق التفصيل تروح في سكيما في تيبلز لوحدها، زي ما اير نيكست على فكره بيعمل. يعني اير نيكست بيعمل كده، يعني هتلاقي اير نيكست مثلا ابسط حاجه عنده بيعملها جدول. يعني كل حاجه حرفيا بيعملها تيبل منفصل. بوينت ديفولت بوينت ميجر تيبل منفصل، الايتم جروب تيبل منفصل. ممكن تلاقي حاجات بسيطه جدا تلاقيه بيعملها في تيبل لوحده. ليه؟ كل ما يوزع ويكبر السكيما بتاعته، كل ما يديك ان انت تقدر تسال نفسك اسئله اكتر. يعني كل ما يبقى عندي تيبلز اكتر اقدر اقول لك طب انا عايز آه كل الكومنتس مثلا اللي تبع يوزر ده، وفي نفس الوقت هو علق على الصورة دي. طب أنا عايز كل اليوزرز اللي علقت على الصورة اي دي 4. طب أنا عايز كل الكومنتس اللي علقوا على الفوتو اي دي 1 مثلا، ويوزر يكون كذا.
اتفضل. معلش سامعني كده صح؟ نعم. سامعني صح؟ اه اتفضل اتفضل يا منور. ازيك ازيك الاول؟ يا محمد؟ تمام الحمد لله وبركاته. ربنا. اتفضل. هو ليه في الكومنت انا بحط يوزر اي دي؟ طب ما أنا ممكن اجيب اليوزر اي دي من تيبل الفوتو خلاص. طب افرض مش معمول على فوتو، يعني الكومنت انا معاك الكومنت طالما. مش واخد فوتو، الكومنت واخد كلام بس يعني. ممكن صح. بص انا معاك هو انت بتتكلم في نقطة ان انا طالما الكومنت ده لينكد بفوتو والفوتو لينكد بيوزر، فاهم قصدي؟ بس انا مش اه شرط. اه. لو هسكيل بعد مم. كده مش شرط هعمل برضو كومنت على فوتو بس دايما. ممكن اصلا تبقى دي اه نل ممكن. مثلا. اه يعني خد بالك برضو انا ممكن بدي ما يبقاش امثله. مربوط بفوتو صح. اه مم. يعني باخد بالك برضو انا بحاول ادي امثله لحد ما بسيطه، بس انت صح وتفكيرك صح جدا. لو هنكبر بقى انت تفكيرك صح جدا طالما عندي اوريدي الفوتو اي دي. آه ممكن استغنى عن اليوزر ليه؟ لان هو بيتكلم ان انا عندي الكومنت مربوط بفوتو، ومن خلال الفوتو اي دي ده اقدر اجيب اليوزر. يعني مثلا فوتو اي دي رقم مثلا 3، هروح لفوتو اي دي 3 هشوف مين اليوزر ينزل الفوتو ده، يبقى انا عارف مين اللي عمل الكومنت. هي لفه بس تتجاب، بس مش هتبقى في صالحنا لو الكومنت يقدر يتعمل على كذا حاجه. تمام. تمام فسؤال فهمت حلو قصدك. جدا طبعا وهو بس انا بدي هي لحد ما امثله بسيطه فيمكن فالسؤال ده جه على بالك يعني فكويس. تمام. طيب ندي الصوره اللي بعديها. طيب يبقى احنا قلنا كل ما نكبر في السكيما بتاعتنا ونعمل ريليشنز اكبر، بس طبعا مش برضه ما نكبرش على بزياده، بس كل ما نكبر برضه السكيما ويبقى عندنا اسئله نسالها اكتر. ممكن نسال سؤال زي ده: انا عايز متوسط الكومنتات بالصور واحده، عايز اعرف عندها الصور اللي عندها اكتر كومنتات، عايز مثلا يوزر اكتيفيتي اشوف اكتر واحد بيعمل كومنتات ومش عارف ايه وصور وهكذا. يبقى انا كل ما اكبر السكيما بتاعتي اقدر اعمل كويريز بعد كده تجيب لي الاحصائيات دي، او ريبورتس تجيب لي الحاجات دي. بالنسبه للغه ايربينكس بعمل ريبورتس، والريبورتس دي مبدئيا بنكتبها كلها سيكوال كويريز اللي احنا خدناها في السيشن اللي فات. بس هنتكلم النهارده ان شاء الله شويه بس كده، ونتكلم على الجوين وازاي ان احنا نجيب داتا من كذا تيبل مع بعض. بس لازم نفهم الاول الريليشن صح عشان نبدا نجيب داتا من كذا تيبل مع بعض. احنا كنا في السيشن اللي فات بنجيب داتا من تيبل واحد بس، كنا مثلا اجيب لكم ده جدول سيتيز واقول لكم هاتوا منه مش عارف كذا اوبريشن كذا الاصغر من كذا. كنا دايما شغالين على تيبل واحد بس. النهارده ان شاء الله احنا بنتكلم في ريليشنز عشان نخش بعد كده في ان احنا نعمل سيلكت من اكتر من جدول ومن اكتر من ريليشن. طيب مش عايز اخش على الجوينز دلوقتي. طيب ولا نخش على الجوين؟ لا بصراحه مش عايز اخش على الجوين دلوقتي، عايز الاول اشرح في اب نيكست شويه. يعني احنا كده اتكلمنا على آه انا عايز اخلص معلش السلايد دي قبل ما اخش على الجوينز. عندي هنا داتابيز، تمام، واضحه برضه شويه توضح لنا اللي احنا كنا لسه قايلينه. عندنا الاي دي هنعامله كبرايمري كي، وقلنا البرايمري كي ده هو يونيكلي ايدنتيفاير ذيس ريكورد ان ذيس تيبل. يعني ايه؟ يعني كل الاي دي ده يعتبر برايمري كي، يعني مستحيل ان هو ايه يتكرر وبي ايدنتيفاي او بيفرق ما بين صوره وصوره. وقلنا ان اليوزر اي دي ده هو بنعامله كفورين كي لما يكون الفورين كي ده جاي ريليشن من جدول تاني واخد البرايمري كي بتاعه. يعني آه، يعني مثلا الوان اللي هنا ده هو عباره عن الاي دي ده راح هنا ببساطة. ودي قلنا بلغه ايبينكس ده خانه لينك جوه جدول ايه الفوكس، بيبص على ايه البرايمري كي اليوزر. طيب جميل قوي. نكمل. يبقى انا عندي كل تيبل سواء
في اي داتابيز او في سيستم اي ار بي نكست لازم يبقى عندي البرايمري كي ده هو اللي بيدنتيفاي ريكورد على التاني. وبالنسبه اللي قلنا الاي ار بي نكست بيبقى اسمه نيم وليس اي دي. بس لما نيجي نتكلم كاكاديمي بنقول دايما ان هو اي دي، لكن اي ار بي نكست لا، بتسميه هنا نيم، عشان لما نشتغل اي ار بي نكست تبقى عارف ان النيم ده بتاع اي ريكورد في الداتابيز هو البرايمري كي بتاعك، وهو اللي بعد كده بيروح فورين او في اي خانه لينك لما تاخد الايتم دي في اي مستند تاني. طيب نكمل. آه ده اللي انا شرحته من شويه، اللي هو الكومنتس هاف وان، كذا كومنت عنده صوره واحده. آه الكومنتس كذا كومنت عنده ايه يوزر واحد. تمام. وقلنا ان الفوتو الواحده عندها كذا كومنت، انا قلت كل الكلام ده. وعندي اليوزر الواحد يقدر يعمل ايه كذا كومنت. فهو هنا بنستنتج بايه؟ قلنا لازم نفهم الريليشن الاول. اول ريليشن عندنا هي ال1 to many او many to one. يعني ايه many to one او 1 to many؟ يعني لو تيبل الفوتو بالنسبه لجدول الكومنت، طبعا انا دايما بجيب الريليشن، او لما احب احدد الريليشن ما بين اي تيبل لازم اختار دايما تو تيبلز بس، ما ينفعش اقول 3 تيبلز وعايز احدد الريليشن ما بينهم، لا انا بجيب جدولين بالنسبه لبعض. فهنا الفوتو بالنسبه لي هتبقى صوره واحده وماني ايه كومنتس، يبقى ريليشن ما بين الفوتو والكومنت هو 1 تو ماني. فبالتالي استنتج ان انا الفورين كي بتاعي او اللينك فيلد بتاعتي هيبقى في تيبل الكومنت، وهيشيل الاي دي بتاع الايه الفوتو. طب تعالى معايا هنا، اليوزر 1 يوزر هاف ايه ماني كومنتس، اليوزر الواحد يقدر يعمل كذا كومنت، يبقى فين الماني عند الكومنت، والوان فين اليوزر، يبقى الخانه الفورين كي هتبقى فين جوه الكومنت. طيب فلما اقول لك برضه الخانه الفورين كي فين، انا مش بحفظك، انا فهمتك بقى من الاول اصلا ليه بقول لك دايما خانه لما يبقى ريليشن 1 تو ماني طبعا، عشان لسه في ريليشنز ثانيه. احنا كده بنتكلم على ريليشن 1 تو ماني، في لسه ريليشن 1 تو 1 وماني تو ماني. لكن في حاله ال1 تو ماني او ماني تو 1، بالمناسبه كمان انا الريليشن بتفرق انا واقف على انهي تيبل. يعني ايه؟ يعني انا لو واقف باصص من عند اليوزر، فاليوزر هيبقى 1 تو ماني، ريليشن 1 تو ماني. طب انا لو واقف على جدول الكومنتس باصص من عنده، يبقى ريليشن ماني تو 1. بس هي ما نفس المعنى، بس هي بتفرق انا واقف فين. كانك انت واقف هنا او هنا. لو واقف هنا يبقى انا ريليشن ماني تو 1، طب انا واقف على اليوزر يبقى ريليشن 1 تو ماني. في الحالتين انا بحط الفورين كي جوه الايه الماني. يا رب تكون المعلومه وصلت. لو في حاجه مش واضحه ممكن تبعتوا لي في المسج بتاعت الفيديو. برضه الكلام ده خلاص قلناه. قلنا ان انا عندي الكومنتس خلاص، تقدر تشيل يوزر اي دي، وفي نفس الوقت تشيل الفوتو اي دي ده الكومنت عليها. وقلنا برضه اليوزر الفوتو بيبقى عليها كذا، قصدي او يعني الكومنتس هيشيل الفورين كي بتاع اليوزر والفورين كي بتاع الفوتو. وقلنا ليه خلاص حطينا الفورين كي جوه الكومنتس، لان الكومنتس لو انا واقف عند الكومنتس وبص عند الفوتوز ده ميني وده 1، وانا واقف على الكومنتس وبص لليوزر فده ميني وده 1. طيب شويه كونسترينز وحاجات مهمه بالنسبه للبرايمري كي. وقلنا فورين كيز، طبعا انت خلاص عارف يعني برايمري كي ويعني فورين كي. تمام. شوية نوتس عليهم، مثلا بيقول لك برايمري كي اتش، كل رو دايما بيبقى عنده برايمري كي واحد بس. انا قلت لك ان هو مستحيل يتكرر، يعني مستحيل ان الرو الاولاني يبقى واحد مثلا ويبقى نقابل بعد مثلا سنة سنتين تلاتة 20 سنة نلاقي الرو دخل بواحد برضه، مستحيل. يبقى برايمري كي مستحيل ايه يتكرر. طيب طبعا برايمري كي يا جماعة ممكن يبقى سترينج، ممكن يبقى رقم، ممكن يبقى أي حاجة، مش شرط دايما يبقى رقم. يعني مش عشان أنا جايب هنا رقم فدايما يبقى رقم، لا عادي. مستحيل إن دايما مستحيل يبقى فيه رو تاني يبقى نفس الفاليو، ده اللي قلته. طيب 90% من الحاجات من التيبلز أو من الديزاين بتاعنا بنسميه دايما اي دي. بس طبعا اي ار بي نيكست حابة تبقى مختلفة أو تبقى من 1%، وبتسمي البرايمري كي بتاعها نيم. واتكلمنا في الموضوع ده امبارح ومن شويه. يبقى في نيكست الاي دي بتاعها بتاع اي ريكورد في داتابيز بتسميه نيم وليس اي دي. فهي كده من 1%. بس لو اشتغلت على اي داتابيز سكيما تانية معظم الوقت هتلاقي دايما الاي دي يعني مسمى، قصدي تلاقي دايما البرايمري كي مسمى اي دي. طيب
اخر حاجه هو زي ما قلت لكم البرايمري كي مش شرط خالص يبقى انتجر او رقم، ممكن يبقى يو اي دي ده يعني سيكونس من الحروف والارقام، ممكن يبقى اي حاجه، بس اهم حاجه ان هو يحافظ على الكونسترين بتاعي ان هو ما يتكررش، وان هو طبعا ان هو ما يتغير، والنيفر تشينج اللي هو دايما آه مستحيل تغيره. ليه؟ لانك مستحيل تغيره. هتقولي طبعا ان اي بي نيكست برضه كسرت الحته دي، بس مش عايزين نخش في ايرب نيكست. بس الاساسي ان احنا البرايمري كي ده من ساعه ما يتنشئ الانستنس في الداتابيز وهو الصح بتاعه ما يتغيرش. لو هتغيره فدي تبقى مثلا اخر حلولك. تمام، وده فعلا ان انت عايز تحل مشكله عويصه عندك في الداتابيز او في السيستم، فممكن نبدا نفكر في تغييره. بس برضه واحنا بنغيره بنفكر في التبعيات بتاعته، وهنتكلم فيها بعدين. بس هو الاساس البرايمري كي ما ينفعش ان انا اغيره مجرد ما اتحط خلاص. لان برضه لازم نفهم ان مثلا مجرد ما بعمل اي دي مثلا للفوتو ده، فهو اتحط مثلا هنا، اتحط مثلا اتعملت كومنت على الفوتو ده، فهو الاي دي اتحط اهو هنا. طب انا جيت اغير في يوم الاي دي او البرايمري كي ده، طب ما كده الدنيا باظت مبدئيا كده. هو بقى في اتنين زي بعض، وده مستحيل يحصل. زي مثلا يا سيدي هختار برايمري كي مش موجود خالص، هختار 99. ما دي مشكلة برضو، انت كده فقدت الريليشن ما بين الكومنت ده والفوتو ده. يعني كده الكومنت ده كده بقى مع، يعني الكومنت ده بقى مكتوب على صورة مش موجودة اصلا في الداتابيس. اي نعم، بيبقى في حلول تانية بقى، ان احنا ممكن مثلا نشيل ده ونحط نل هنا، او نربط اللي انا غيرته ده بال 99 برضو. في حلول، بس دايما حاول يعني تلجأ لحل ان انت تغير البرايمري كده في الاخر. حاجة فورين كيز طبعا ممكن الرو يقدر الرو ده يعني بيلونج للريكورد تاني. ماني روز ممكن يبقى نفس الاي دي. معظم الوقت بنسميه اسم الفيلد اندرسكور الاي دي، يعني مثلا يوزر اي دي، كومنت اي دي، فوتو اي دي. يعني ده ممكن ما تمشيش عليه، بس ده برضه العرف يعني المتعودين عليه. تحط اسم المستند اللي انت هتاخد منه اندرسكور اي دي. بيبقى دايما بيساوي نفس البرايمري كي. آه، لو الريليشن اتغيرت بيتغير، يعني مثلا لو انا مثلا عملت كومنت، مسحت مثلا كومنت وعملت كومنت على صورة تاني فبيتغير، وهكذا يعني. ما علينا. طيب تعالى بقى نتكلم على، اتأكد بس من حاجة. طيب عندي هنا كويري. طبعا احنا كنا قبل كده كنا دايما الكويري بتاعتنا على دايما تيبل واحد زي الفوتوز. مثلا اقول لك مثلا انا عايز جميع الريكوردز استريك دي، يعني انا هسلكت كل الكولومز من تيبل الفوتوز لما اليوزر اي دي بيساوي 4. يعني مثلا انا اليوزر اي دي ده انا عارف ان هو مثلا احمد، انا عايز كل الصور اللي نزلها احمد اللي هو اليوزر اي دي بتاعه 4. فانا بقيت عارف خلاص ان الجدول الفوتوز ده في خانه لينك فيلد بجدول اليوزر شايله الاي دي بتاع اليوزر، فبقول له هات لي كل الصور بتاعت احمد. طيب افرض انا قلت لك بقى انا عايز مثلا آه فين السكيما؟ طيب افرض انا قلت لك هات لي كل الصور بتاعت احمد، بس انا عايز اسمه كمان. يعني مثلا انا قلت لك دلوقتي هات لي اعمل لي سيلكت كوي لليوزر اي دي 4، فهتقول لي خلاص انا هجيب لك كل الفوتوز وكل الاعمده استريك فروم تيبل ايه الفوتوز، بس لما اليوزر اي دي يساوي 4، لان انا عارف احمد ده الاي دي بتاعه. طب انا مش عايز كده. انت عارف الكويري دي هتطلع لي التاتا كولومز دوت اللي هو الاي دي بتاع الفوتو واليو ار ال واليوزر دي. طب انا هستفيد ايه باليوزر اي دي ده؟ انا مش يعني انا عارف انا كمبرمج او كده انا فاهم ان ده اي دي في الداتابيز واقدر ان انا ايه اجيب منه داتا تانية. بس كيوزر بقى كلاينت هيفهم ايه من الاي دي ده؟ لا، هو مش عايز كده. انا عايز كمان تحط لي جنب الكويري اللي هتطلع دي، يعني مثلا الكويري اللي هتطلع كده، والاعمده اهي نجيبها برضه معانا. دي كده ايه؟
الريسبونس بتاع الكويري ده. طب انا مش عاجبني الكويري اللي طالعه دي او الريسبونس بتاعها، انا عايز كمان اسم اليوزر، لان انا الداتا دي هعرضها لكلاينتس مش فاهمين داتابيز، فانا هعرض الداتا دي للكلاينتس، لا انا مش هيفهم هو دي. فانا عايزك تجيب لي كمان اليوزر نيم بتاع استاذ. تعالى بقى نعمل ريليشن مثلا اللي هو ده بقى، لان هنا ده يوزر اي دي 4 فهو لينكد ب4، فهناخده عشان بس يبقى الموضوع منطقي شويه. انا عايز اليوزر نيم بتاع سيمونز ده. مبدئيا كده الكويري اللي قدامنا دي هي هتجيب لنا لحد هنا بس، لكن مش هتضيف لنا العمود الزياده، لان العمود الزياده موجود في تيبل تاني خالص، وانت بتقول له هنا لا، انت بتقول له هنا، بتقول له هنا انا عايز بس من ايه، من تيبل الفوتوز. هيجيب لك منين داتا؟ هيجيب لك من اعمل، قول له خلاص بص والله اعمل لي جوين، اجمع لي تو تيبلز مع بعض. يبقى هنا نقف عند الحته دي، نقف عند الحته امتى نستخدم الجوين. استخدم الجوين لما الاقي التيبل اللي عندي الداتا اللي فيه مش مكفياني، الداتا اللي فيه مش ملبيه النيل اللي انا عايزه. يعني انا حاليا عايز الصور كلها اللي الاي دي فورورد عملها، بس مش كفايه الداتا بالنسبه لي، انا عايز كمان اليوزر نيم بتاع اليوزر ده عشان اعرضه. فاهم قصدي؟ يبقى انا كده امتى اعمل جوين؟ لما الفروم بتاعتي مش مكفياني، انا عايز اجوين مع حاجه تانية عشان اجيب داتا زياده. طيب جميل قوي. فلو جيت هنا بصينا على الكويري بتاعتنا، هيقول لي خلاص في حالة إن أنت الديتيلز أو العواميد اللي في الفوتوز مش مكفياك ومحتاج كولومز زيادة، جويني لي مع اليوزر. بس استنى، أنا ما ينفعش أجي أجمع جدولين كده وخلاص. طب هو عرف منين إن كل ريكورد تبع إيه؟ يعني مثلا دي كده الكويري الأولانية هي دي، تمام. طيب لما يجي بقى يجوين جدول اليوزر ده، هيبدأ بالنسبة له هيبقى شايف كل ده بالنسبة له جدول اليوزرز. هنجيبه بس نحطه على جنب هنا كده، بالنسبة لي تيبل اليوزر، ودي كده الريسبونس بتاعي. احطه برضه على ايه؟ على جنب. انا عايز دلوقتي ابدا اعمل جوين باليوزر، بس استنى، انا ايش عرفني انهي يوزر من دوت هيخش في انهي رو من هنا؟ هقول لك خلاص، ما انت عندك كونديشن انت واضح قدامك بس انت مش واخد بالك، ما انت عندك اليوزر اي دي. لما اليوزر اي دي يساوي الاي دي بتاع اليوزر، يبقى انا هاخد الريكورد ده واخد اليوزر نيم بتاعه. طب ازاي بقى جاب سيموس ده؟ جابه بناء على خانة اليوزر اي دي. يبقى انا هقول له هنا بعد ما بقول له جوين مع جدول تاني، اقول له لا، ما انت مش هتجوين وخلاص، مش هتجوين لي عشوائي تحط لي مثلا ده تحط لي يوزر مثلا بروفير ده ولا مهند ولا غيره. لا انا عايز اللي عمل الصورة دي، اليوزر اللي نزل الصورة دي. طب خلاص ايه الريليشن بتاعتك، ايه الكونديشن بتاعك؟ هتقول لي ان هو خانة اليوزر اي دي او خانة الفورين كي بتاعتي اللي هي ملنكة بايه، بالبرايمري كي بتاع اليوزر. فبناء على الكونديشن اللي انا هكتبه له الان هيبدأ يلنك او هيلينك الروز مع بعض او هيماب الروز مع بعض. فهقول له هنا جوين مع جدول اليوزر لما اليوزرز، بص بقى الحتة دي، users دوت اي دي بيساوي الفوتوز دوت يوزر اي. تعالى نترجم الحته دي وتعالى ناخد الكويري دي كلها. فاقول له هنا ايه؟ دي بقى الكويري دي، بقول له والله انا عايز الجدول الفوتوز وعايز جدول يوزر، بس مش هنحطهم عشوائي، مش هنلزقهم في بعض عشوائي، لا انا هعمل ريليشن ما بين اليوزر والفوتوز. تعالى ناخد بقى باقي الفوتوز بالمره عشان نماب الكولوم صح. دي باقي الفوتوز اللي عندي في السيستم.
انا كده جبت الفوتوز وكده جبت اليوزرز، بس لسه ما فيش مابينج ما بينهم، الكونديشن ده لسه انا ما حققتوش. تعالى بقى نحقق. بقول له لما اليوزرز، جدول اليوزرز دوت اي دي اللي هو ده، يساوي جدول الفوتوز اللي هو ده دوت يوزر اي دي، يبقى كده انا اديته ريليشن. يبقى هو هيروح يبص لما الفوتوز دوت يوزر اي دي تساوي الاي دي، يقوم واخد الريكورد ده ممابه مع ده. يلا اللي بعده، لما اليوزر اي دي يساوي ايه اليوزر اي دي، يقوم واخد الريكورد ده تاني يعيده لان هو ماب معاه. طيب لما اليوزر اي دي يساوي يوزر دوت اي دي، يبقى هيشوف الواحد ده فين، يقوم واخد الريكورد ده يمابه ايه معاه بناء على الكونديشن اللي انا حطيته. لما اليوزر اي دي يساوي الاي دي ده، يمابه معاه وده، وطبعا ياخد اسامي الكولومز اللي هي في الجدول التاني، تمام، عشان يوضح لك هو بيطلع ازاي. وخلاص مش محتاجينه، خلاص احنا فهمنا جبنا الايه ازاي. طيب يبقى احنا كده عملنا جوين لجدولين مع بعض بس بناء عن كونديشن. الكونديشن ده مهم قوي لان هو ده اللي بيماب او بيجيب لنا بقى اسم اليوزر نيم الصح. طب كده انا حققت النيد اللي انا عايزها، يبقى انا كده عرفت ان الصوره دي اللي هي اليوزر الفلاني ده هو اللي حاططها، واسمه او اليوزر نيم بتاعه ده، مع ان اليوزر نيم دي معلومة ما كانتش موجودة في جدول الفوتوز، بس من خلال الريليشن اللي أنا عاملها ما بين الفوتو واليوزر قدرت إن أجيب الإيه؟ اليوزر. طيب اللي بعده، كنا بنقول إيه هنا؟ هو هنا بس تقريبا كنا هنقول إن إحنا طبعا ما نقدرش في الفورين كي نختار برايمري كي مش موجود عندنا. يعني هو هنا اليوزر اي دي ده فورين كي أو لينك فيلد، طبعا كل دي برايمري كيز موجودة في جدول اليوزر ما عدا ده طبعا مش موجود عندنا، فما ينفعش احنا نختار طبعا واحد مش موجود. هيقول لك طبعا اوتوماتيك نوت فاوند، لان ميزة الفورين كيز ان انت مستحيل مستحيل مستحيل، او اللينك فيلدز مستحيل ان انت تختار برايمري كي يوزر مش موجود. تمام، اوتوماتيك هيطلع لك اصلا الفيلد مش هتشيل الفاليو دي. تمام. طيب ده اللي انا بتكلم عليه، ان انا لو عملت انزلت الفود that refers to a user that doesn't exist، لو انا بريفير او بحط باساين الصوره ليوزر مش موجود اصلا، فبيطلع لي طبعا ايرور. او آه we insert a food that isn't tied to a user برضه، يوزر فوتو ده نازله بس من غير ايه يوزر، في ساعتها تبقى نل، برضه بالديزاين اللي احنا عاملينه ما ينفعش. طيب اللي بعده، برضه فكره الديليت اللي انا كنت اتكلمت عليها من شويه، ان انا لما اجي اديليت برايمري كي او يوزر معين من السيستم عندي كده بالمنظر ده، فهلاقي كل الريكوردز اللي بيها الفوتوز دي بدأت تبوظ، لأن دلوقتي بقى الأربعة دي مش مننكة بحاجة والأربعة دي مش مننكة بحاجة، يبقى أنا كده عندي مشكلة في الداتابيس. طب حلولها إيه؟ أنا قلت لكم إن إحنا يفضل ما نمسحش أو ما يفضل ما نعملش رينيم خالص، بس ليها حلول مش ملهاش، لأن إحنا فعلا ساعات بنقابل مواقف محتاجين فعلا إن إحنا نغير البرايمري كي أو نمسحه. طب الحلول معايا إيه؟ عندي الحلول، عندي الديليت نو اكشن، يعني انا بقول له امسح وخلاص، فده هيديني ايرور طبعا. آه دي خلينا نقول انها انواع طرق من الديليت. الديليت ريستريكت والديليت اكشن الاتنين هيرموا ايرور. الديليت كاسكيد ميزتها ايه؟ ميزتها ان انا لما اجي امسح الاربعه ده، عارفين انتوا حد قصاده في ايربنكس كانسل اول او ديليت اول، كاسكيد حاجه زي كده، اللي هو انا لما اجي امسح مثلا اليوزر ده خالص، فاوتوماتيك يمسح لي كل الايه الداتا اللينك دي، ما يبقاش ليها وجود في السيستم. وده مش احسن حاجه، ان انا ساعات بحتاج الحركات، بحتاج ان اليوزر ده مثلا بيبقى عنده حركات مهمه فمحتاجها، لكن اليوزر مش محتاجه فممكن امسحه. بس نشوف ايه الحلول التاني. عندي حاجه اسمها اون دي سيت نال، ان انا لو مسحت يوزر ده مثلا اللي هو 4، فهروح على كل الجداول في الداتابيز اللي هو موجود فيها كريليشن واقوم حاطط نل مكانها، فبكده انا حافظت على الحركه بس هي بقتش من النكره بس اليوزر. بس لو دي حركه ماليه او كده فهي لسه مسماها عندي في الحسابات، مفيش اي مشاكل، هي بس هتبوظ لي
حته ان اليوزر مش ملانكه بيوزر معين. وعندي اون دي سيت ديفولت ان هو مثلا لما اجي امسح مثلا اللي هو يوزر رقم 4 ده، تمام، بس انا دي بعملها في ايه؟ في حيث ان انا خانه اللينك فيلد دي بحطها ديفولت فاليو اصلا قبل ما كريتها. يعني وانا بكريت فورين كي بكون حاطط ديفولت فاليو، زي مثلا ديفولت فاليو دايما بتاعت اي صوره يوزر رقم 1 مثلا. فلما اجي امسح يوزر رقم 4 هيبدا ان هو يحط الديفولت فاليو على طول. ده برضه حل ايه؟ ودي اصلا انواع الديت بداخل الداتابيز بتقدمها يعني، وانت بتديت من الداتابيز. واصلا فكره برضه الديليشن في ار بي نيكست متاخد من الداتابيز طبعا، يعني كله مبني على الداتابيز اصلا. يعني وانت برضه بتمسح حركه فدايما بيقول لك انها لينكد بكذا وكذا وكذا، عايز تكنسل اول او ديليت اول، الكلام ده كله. طيب مش عايز اخش في دي. آه نتاكد ان انا هنا برضه خلصت الحاجه دي. جوينز الاجريجيشن دي. طيب انا عايز بقى اتكلم الاول شويه في ار بي نيكست وبعد كده نكمل شويه داتابيز. نرجع لار بي نيكست. يلا هاخد مثال معاكم دلوقتي آه ما بين جدولين ونشوف الريليشن ما بينهم عامله ازاي. ناخد جدول فيه خانات لينك ونشوف الريليشن ازاي، وناخد حاجه تانية فيها تشايلد تيبل ونشرح الاثنين. فنبدا مثلا بجدول لذيذ مثلا زي الفاتوره، وده تقريبا اكتر تداول مشهور في السيستم. نخش على سيستم فويس، وده الدكتور عندنا، وده جدول في الداتابيس. هنبدا نخش على اي سيستم فويس، تمام، واختار مثلا خانه زي الكاستمر، وابدا ان انا احلل واشوف الدنيا معموله هنا ازاي. هعمل edit doc type عشان ابدا اشوف البروبرتيز او التيبل ده عامل ازاي معايا. طبعا احنا اتكلمنا خلاص، برضه فهمتكم امتى اعمل edit doc type وامتى اعمل customize. انا هنا بس اعمل edit doc type لان احنا مش هنغير حاجه، انا بس عايز اشوف الريليشن والخانات معموله ازاي. لكن انا فهمتكم خلاص فكره ال edit doc type والcustomize قبل كده. طيب وعايز برضه افتح تيبل الكاستمر عشان يبقى قدامي هنا، واعمل مش مهم تيبل كاستمر خلاص. طيب هبدا ابص هنا عندي على الفيلد. مش بحب الصراحه الشكل الجديد ده، فهنخش على الفيلد اللي هي الفورم فيلد على طول، اللي هي هنا. هبدا الاقي ان انا عندي خانه اسمها ايتم. فين الايتم؟ اسف، كاستمر عشان كاستمر. هبدا الاقي هنا ان هو عامل خانه او فيلد اسمها كاستمر لينك بايه؟ بتيبل الكاستمر. فاكرين لما اتكلمنا الاوبشنز دي هنستخدمها برضه في اللينك. هنا لما بيجي يعمل فيلد في تيبل، يعني مثلا تعالى بقى احنا ممكن احمد لما بيجي ممكن احنا نعمل جدولين كده بسيط جدا. آه لو سمينا ده هو السيلز انفويس مثلا، وده هو الكاستمر. تعالى افكر معايا قبل ما نعمل اي لسه فوين كي ولا اي حاجه. انا همسح بس الاسم عشان ما نلخبطش هنا، ومفيش اي ريليشن لسه ولا اي حاجه. فليكن دي سيلز انفويس وده كاستمر، والكاستمر عنده كاستمر نيم واي دي. والسيلز انفويس خلينا نقول ان ما فيهاش مثلا غير اي دي دلوقتي، واليو ار ال ده لاي صوره يعني مش مهم. احنا عايزين نتكلم اساسي دلوقتي. لما اير فينيكس حبت تعمل ريليشن ما بين الفاتوره والكاستمر. طيب تعال نفكر بالطريقه اللي احنا اتكلمنا بيها. احنا قلنا والله هنفكر الريليشن ما بين الفاتوره والكاستمر ايه؟ كاستمر واحد، صح، يقدر يبقى عنده كذا فاتورة، صح كده؟ تاني، one customer have many invoice sales invoice. يبقى أنا لو أنا باصص من عند الكاستمر، كاستمر 1 و sales invoice many. لو أنا باصص من عند sales invoice يبقى sales invoice many
والكاستمر. يبقى انا بقيت فاهم دلوقتي هو ليه حط فيلد لينك جوه الفاتوره بالكاستمر، لان انا دايما عارف ان الفاتوره هي الميني، وانا قلت لك في حاله ريليشن ميني تو 1 او 1 تو ميني على حسب انت واقف على انهي تيبل، بحط الفورين كي في الميني. فلو انا بعمل داتابيز ديزاين هقول الفاتوره هتبقى هي الجزء الميني، فانا اقول خلاص يبقى انا هعمل فيلد اسمها كاستمر اي دي. فبالتالي اي ار بي نيكست لما جت تعمل فاتوره عملت خانه الكاستمر دي عشان الاساس انها تمشي على الداتابيز ديزاين الصح، بغض النظر طبعا عن الدوره المحاسبيه ان انا لازم الينك الكاستمر بالفاتوره وكان، بس انا كده فاهم برضو جزء الداتابيز ديزاين صح. تمام. طيب، يبقى انا كده الكاستمر الواحد يقدر يبقى عنده كذا فاتوره. تمام. لكن مثلا ما جيتش قلت لك تعال نبوظ الريليشن، ما جيتش قلت لك ان كذا كاستمر فيهم فاتوره واحده، او كذا كاستمر في فاتوره واحده. ما فيش حاجه كده يعني، ما فيش، ما تقدرش هنا في ايربينكس تعمل فاتوره فيها 10 كاستمر صح كده. يبقى كده انا الريليشن بتاعتي صح، ان انا كاستمر واحد ميني ايه سيلز انفويس، يبقى احط الفورين كي بتاع الكاستمر جوه السيلز انفويس. طيب جميل. دي كده ريليشن لخانات اللينك. تمام. طيب جميل. اجي بقى نتكلم على التيبل، وده هيبقى رخم شويه بس نركز مع بعض. طيب التيبل لما اجي اعمل ريليشن مع تيبل، تعال نختار اي تيبل هنا، لازم نفهم ايه اللي بيحصل في الداتابيس بالظبط، عشان بعد كده لما نيجي نطلع تاني جدول زي الايتمز اللي جوه الفاتوره ده. ايه اللي بيحصل؟ مبدئيا عايزين نفصل تماما ما بين تيبل الايتم اللي هو ده، نفصل ما بين التيبل اللي هو سيلز انفويس ايتم وتيبل سيلز انفويس. بقى عندنا في الريليشن دي 3 جداول. تعال نضيف الجدول التالت ونعمل الريليشن بتاعتنا. هيبقى عندي، هسمي مثلا ده ايتم معلش، وده سيلز انفويس. هعمل جدول تاني من السيلز انفويس ده هسميه تالت بقى، سيلز انفويس ايتم. بص بقى الريليشن دي عملوها ازاي، والتشايلد تيبل ده معمول ازاي. ركز معايا في الحته دي. طيب الفاتوره، تعال نكبر السكيما كمان، احنا كده كده فهمنا الكاستمر فنحط كاستمر ما يضرش، نحط كمان تيبل كاستمر. انا هبدا اقسم لك السكيما بتاعت اي ار اكس، بس ايه مش هحط خانات كتير عشان ما تلخبطش الدنيا. مثلا هبدا ان انا اخد شويه ريكوردز عشان اعرف املى ايتم. بعدين بقى الايتم هقول ان فيها ايتم نيم، ايتم اي دي، وايتم مثلا نيم. تمام. و آه وهنقول ان دي كاستمر مثلا، الكاستمر ده فيه كاستمر نيم، اي دي كاستمر نيم، والسيلز انفويس فيها كاستمر اي دي مثلا، و آه فيها اي خانه تانية مثلا ريت او براند توتال اي حاجه. ماشي. ليكن دي الارقام وهكذا، البراند توتال بتاع الفاتوره يعني، اللي هي الفاتوره دي حسابها كده، وهكذا. نستغنى عن الباقي ده عشان بس ايه نعرف نشرح. حاليا انا عندي تيبل الفاتوره ده آه ملنك في خانه كاستمر، اللي هي لو دي فاتوره او انستنس في الداتابيز، فانا عندي خانه الكاستمر. قلنا خلاص ليه حطينا الخانه؟ لان العلاقه ما بين الكاستمر والفاتوره كاستمر 1 والفاتوره ميني، فكده اي دي الكاستمر هينزل بالمنظر ده، يبقى الكاستمر ده عنده كذا ايه فاتوره، يبقى كده تيبل الكاستمر. طيب بالنسبه للايتم بقى، بص اللقطه دي، الايتم نفسها مفيش علاقه مباشره ما بينها وما بين السيلز انفويس. الله، ازاي مع ان هنا في تشايلد تيبل اسمه ايتمز عندي؟
يبقى ازاي بقى انت تقول لي كده؟ اقول لك لا، ده هو التيبل ده ملنك بانهي دوك تايب او انهي تيبل، ملنك بحاجه تانية اسمها سيزون. يبقى انا الريليشن بتاعتي مش على الايتم على طول، يعني ريليشن ما بين الفاتوره والايتم مش دايركت، لا ده انا عندي زي بريدج في النص كده، كوبري. عندي ريليشن يبقى فاتوره وبينها بعديها سيلز فويس ايتم، جدول اسمه سيلز فويس ايتم وهنشوفه دلوقتي، وبعد كده ايتم. طب ازاي؟ اقول لك، اللي هو الجدول ده، الجدول التشايلد تيبل الصغير ده اللي احنا بنقعد نعمل اد، تعال نعمل دوبليكيت مثلا لدي، تمام. الجدول الصغير ده اللي بنسميه تشايلد تيبل هو في الحقيقه جدول منفصل تماما عن الفاتوره. طيب والخانه اللي جوه الجدول المنفصل ده اللي اسمها ايتم هي اللي فورين كي شايله الاي دي بتاع الايتم. طب تعالى نرسم السكيما دي، تعالى نرسم السكيما دي. بص بقى اللقطه دي، وهزود بس تابة كمان ننزل فيها الدوك تايب ليست، ونجيب اسم التيبل اللي هو سيلز انفويس ايتم ده. هجيب برضه الفيلدز عشان ابقى شايفها. بالمناسبة السيلز انفويس ايتم ده بيتعامل مع تشايلد تيبل، احنا لسه هنتعلم ازاي نكريت تشايلد تيبل، بس خلينا نشوف الفورم بتاعته عاملة ازاي دلوقتي. فين الفيلدز على طول؟ اه فيلدز اهي. طيب يبقى انا عندي فاتورة فيها جدول الايتمز ده، هو جدول تاني خاص في الداتابيز اسمه سيلز انفويس ايتم. عرفت منين؟ خلاص من الاير دوك تايب اهو، الخانه اللي نوعها تيبل ملنكه بتيبل اسمه سيزون بوش ايتم، فروحت جبت الايه، التيبل ده اهو موجود عندي. التيبل ده في خانه لينك فورين كي بالايتم كود، رحت جبت التيبل ده. يبقى انا لو جيت رسمت الريليشن ما بين السيلز انفويس والكاستمر والسيلز انفويس ايتم والايتم، هنلاقي ان مفيش علاقه مباشره ما بين الايتم والسيلز انفويس على طول. ايه اللي بيحصل؟ جدول السيزون فويس ده هو اللي بيبقى البريدج بالنسبه لي في النص. بستفاد منه ايه او بيعمل ايه؟ ببساطه جدا ان انا بيخليني اتاحه ان انا الفاتوره الواحده يبقى عليها ميني ايتمز. يعني سيزون فويس ايتم برضه هيبقى ليه طبعا برايمري كي، اي جدول يبقى ليه برايمري كي، وليه الخانه المهمه قوي بالنسبه لي هي الايتم كود، اللي هي هتبقى فورين كي بالايتم، والخانه الثانيه المهمه اللي لازم نعرفها اللي هي اسمها pay. كانت البيمنت دي هتبقى ايه والايتم كود دي ايه؟ على حسب الديزاين بتاعهم. عندهم اهو خانه اسمها ايتم كود، ودي لينك او فورين كي بالايتم، وخانه البيمنت هي مش ظاهره هنا بس موجوده في الداتابيز، هنشوفها كمان شويه. لو استوعبنا الحته دي هنفهم الريليشن اللي عاملينها نيكست في اي فاتوره. طيب اجي هكريت مثلا فاتوره، فالفاتوره هختار فيها عميل، وهختار فيها اصناف معينه، وبناء على اصناف بقى هحسب الجراند توتال. طيب الاصناف دي يبقى انا عايز ميني ايتمز او ميني اصناف على فاتوره واحده. طيب لو جيت قلت لي طب ما على طول ليه ما عملش فورين كي هنا بجدول ايتم؟ ما انا هقول لك انت كده بوظت الريليشن، لانك انت اخترت ايتمز معينه على الفاتوره. والايتم بالنسبه لي هو بيعاملني ان الايتم دي بيزك داتا او داتا رئيسيه مش ملنكها باي حاجه، بيعمل بريدج في النص، تمام. بيعمل سيلز فويس ايتم هو اللي يلنك فيها الاي دي بتاع الايتم، والايتم كود ده هو اللي بيبقى فورين كي بالايتم، والبيرنت ده بيبقى فورين كي لاي دي الفاتوره. فبالتالي لما اجي مثلا اعمل فاتوره، تمام، الفاتوره وانا بعملها باجي اختار، هما الاتنين زي بعض. طيب هاجي اكريت فاتوره زي دي. لما باجي اكريت فاتوره بختار العميل، وبعد كده ابدا اعمل اد للايتمز. الايتمز اللي انت بتزودها دي بتروح
في جدول اسمه سيلز انفويس ايتمز وتنزل كرو. يعني مثلا تعال نضيف ايتم، زي مثلا اختار الايتم دي، تمام، اللي هي اي دي 1 مثلا، يقوم حاطط الايتم كود هنا اللي هي ايتم كود بتاع الايتم اللي اختارها. بس انا بالنسبه لي عشان تبقى اسهل شويه، تعال نخلي الاي دي بتاع الايتم هو اسم الايتم على طول عشان تبان بس. تمام. طيب بالتالي لما يجي يختار ايتم على الفاتوره الواحده، هيبدا يحط اسم الايتم اول حاجه، الايتم كود. وده فعلا اللي بيحصل في السيستم، ان انت كل فاتوره بتختار ايتمز. زي مثلا انا اخترت دي واخترت الايتم دي، بس الايتمز دي انا اخترت تبع انهي فاتوره؟ انا لسه تبع اول فاتوره، فبالتالي هقول له الايتمز دي انا اخترتها على فاتوره رقم واحد، الاي دي بتاعها واحد. طب كده بقى جدول السيلز انفويس ايتم ده، زي مثلا انا هاد هنا تو ايتمز مثلا، سمارت فون واس كيو مش عارف ايه. بيهايند ذا سين عمل ايه؟ خد الايتم كود ده حطه هنا اللي هو اس كيو، وخد الايتم كود ده حطه هنا التاني، الايتم التانية. وبعدين لما نيجي نسيف كده، هعمل بس بيمنت ديو ديت، يعمل ايه؟ بيحط اي دي الفاتوره اللي ظهر لي ده، يحطها لي في خانه البيرنت هنا. طب انا استنتج من ايه؟ استنتج اقول لك بيستفاد من كده ايه؟ بيستفاد بعد كده ان الفاتوره الواحده بيبقى عليها كذا ايتم، كل ايتم فيها ايتم كود وفيها البيرنت اللي مكونكت عليها او المستند اللي عليها. يعني مثلا الفاتوره اللي انا لسه مكريتها حالا دي اللي هي اي دي 6، عرف منين ان عليها تو ايتمز؟ عرف من الداتا بيز، لان هو راح على مستند اسمه سيلز فويس ايتم، راح جاب الايتمز اللي على الاي دي ده اللي هم دولت، وجاب الايتم كوز بتاعتهم وظهرهم هنا. تمام. من غير ما يعمل دايركت ريليشن ما بين الفاتوره والايتم، لا هو عمل الفاتوره ريليشن مع سيلز فويس ايتم اللي هو التشايلد تيبل، ومن خلال سيلز فويس ايتم ده هو اللي فيه ايتم كود ريليشن مع الايتم. تعال نجرب فاتوره كمان، زي مثلا هنعمل فاتوره كمان بس هنعملها هنا بقى. الفاتوره التانيه دي مثلا اللي هنعملها هي اي دي 2، عايز اعرف الفاتوره دي عليها كام ايتم، فابدا ابص في الجدول ده. تعالى مثلا نكرر الايتمز دي، ماشي، بس على اي دي مختلف. يعني زي مثلا، طبعا احنا الاي دي اللي فوق ده لازم يبقى زي ده، وهنعتبر اتنين. طيب انا لو جيت قلت لك دلوقتي فاتوره الاي دي بتاعها اي سي سي اس اي ان في كذا، هات لي الايتمز اللي عليها اللي العميل رقم 4 اشتراها، هتقول لي خلاص، طب انا عارف ان الايتمز اللي عليها موجوده في جدول اسمه ايه، وبناء على الجدول انا ده هقول له هات لي الايتمز من الجدول ده لما يكون خانه البيرنت بتساوي الاي دي ده، فبالتالي هيسلكت لي ايه؟ التو ايتمز دول. طب لو جيت قلت لك هات لي الايتمز اللي على الفاتوره رقم 2، هتقول لي خلاص انا عارف ان التشايلد تيبل اسمه سيلز انفويس ايتم، وعارف كمان ان التشايلد تيبل في خانه اسمها بيمنت بتشيل الاي دي بتاع الفاتوره او البرايمري كي بتاع الفاتوره، فبالتالي هجيب لك التو ايتمز دول عادي. طب عايز مش الكود بتاع الايتم، انا عايز اسمها كمان. ببساطه هجوين السيلز انفويس ايتم مع الايتم لما يكون الاي دي بتاع الايتم، تعالى برضو نسمي دي عشان يكون الاي دي هو الايتم كود. فبناء على الاي دي لما يساوي الايتم كود اقدر ان انا جوين واجيب الايتم نيم. طيب تعالوا نبص في الداتابيز، ويا جدعان لو حد يعني مش فاهم يعني يقول، عشان انا عارف ان الحته دي مهمه شويه، عشان كده انا اصريت افصلها في السيشن لوحدها، اللي هي ريليشن ما بين التشايلد تيبل والمستند. باشمهندس احمد، ممكن سؤال؟ اه اتفضل. باشمهندس برضو انا يعني طول عمرنا بنشتغل على طول على الانفويس نمبر فيها الايتمز.
اول مره اخد بالي، يعني اشوف ان هو بيقسمها على تو تيبلز. برضو مش داخل دماغي ليه، هو انا اسرع ولا ايه اللي بيستفادوا لما يقسمها؟ برضو مش داخل دماغي. انا اسف النت كان قطع ورجع تاني. لو هو ده السبب هسمع الفيديو خلاص لما يتسجل. طب انا هقول لك سؤال، وبناء على اجابتك المفروض تبقى هي دي برضه. انا اتفضل. دلوقتي لو جيت عايز اعرف فاتوره واحده، آه، جيت قلت لك مثلا هات لي فين الفاتوره اهي، جيت قلت لك هات لي كل الايتمز بكمياتها واسعارها اللي العميل ده اشتراها. تمام. فبكده هو قسمها ليه؟ لان هو لما يكون عنده جدول منفصل فيه الداتا الرئيسيه بتاعت الفاتوره، وجدول تاني شايل اي دي الفاتوره بس، وبيانات التفصيليه بتاعت الايتمز من الايتم نيم للكوانتيتي الريت، فبناء على كده هتقدر تجيب الكاستمر ده اللي على الفواتير بتاعته كلها وتجيب الايتمز بتاعته. طيب انا برضو مش عارف اوصل لك المعلومه، انا عارف، مش بس مشكله، مش عايز هي اضيع وقت. فكره بس فكره ان انا عملت تو تيبلز، لان انا ببساطه ما اقدرش اختار ايتم واحده. يعني مثلا هعمل خانه مثلا فورين كيب ايتم واحده. يعني ازاي هعمل ريليشن ما بين الفاتوره والايتم؟ يعني مثلا ما بين الجدول ده وده، انا عايز الفاتوره الواحده اللي فيها اي دي واحد تشيل كذا ايتم، تمام 1 تو وانا ماني. عندي الرول واحد في الداتابيز هو بيشيل ريكورد حاجه واحده. فبالتالي انا ازاي رو واحد يعني انا المفروض بالنسبه لي ان الفاتوره دي كلها اللي قدامي دي رو واحد في الداتابيز. انا فهمت. تمام. طيب فهمت. ازاي هعمل خانه واحده بس تشيل 10 ايتمز؟ يعني مثلا عندي فاتوره فيها مثلا 20 ايتم، فانا بالنسبه لي كل انستنس زي دي رو واحد في الداتابيز. فانت كده باشمهندس. بتقول لي انا هعمل خانه هنا، كولوم زياده اسمه ايتمز. لو مهم. احنا بقى فاهمين من مش فاهمين انها جدول تاني، وهتشيل هنا ال 20 ايتم في خانه واحده. يعني هتقول لي ان هو اشترى الايتم دي، واشترى كوما الايتم دي، كوما الايتم دي، كوما الايتم دي، كوما الأيتم. حلو، حطيت لي ايتم كود، فين الريت بقى والكوانتيتي والوير هاوس، وفين الداتا دي كلها؟ يبقى بالظبط. انت حملت على خانه واحده كميه داتا مهوله، مع تمام. انك لو فصلتها وحطيت لي بس اي دي او حاجه تقول لي ان دي الاي دي الفاتوره دي تبع الايتمز دي، انا خلاص قدرت اعمل جدول كامل فيه تفاصيل مفصله عن الايتم دي من كوانتيتي لويت لوير هاوس لبروجكت لكوست سنتر ليه، بدل ما اشيلها في خانه واحده. فانا بالنسبه لي الجدول او اي انستنس في الداتابيس هي رو واحد في الداتابيس. يعني صح كده. الفاتوره دي كلها رو واحد. فانت باشمهندس، كده اه انا فهمت اكيد. كلامك. نقطه اه مهمه قوي، بدليل ان تاريخ الفاتوره لو ده الصح سيادتك عملته. احنا فعلا تاريخ الفاتوره بتحط مره واحده في جدول الفواتير، مش مع كل ايتم هحط تاريخ الفاتوره. حلو. انا تمام، احنا متفقين. انا اسف. طب لا، انا بوضح الفكره عشان اثبت لك ليه هم عملوا الديزاين ده او الشكل ده، صح. وبناء على كده هيساعدنا ان احنا نطلع تقارير. صح. يعني احنا فعلا يا باشمهندس، احنا في شغلنا بنعمل كده. بيبقى في جدول للبيانات الاساسيه للفاتوره، منها الكاستمر، عنوان الكاستمر، التاريخ الفاتوره، خلاص كده. وبعدين ديتيلز بالظبط. في جدول ديتيلز. فصح كده تمام. بالظبط، بحيث حتى لو مثلا فكرت فيها كاكسل، لو شغال اكسل، هل بتعمل الفاتوره لما تعملها في سطر واحد بيانات الرئيسيه بتاع الفاتوره، وبتعمل تحشر كل الايتمز في خانه واحده في نفس الرو؟ مستحيل، مستحيل ان انا احشر لا، بتعمل ايه؟ بتبدا تلاقي تقوم عامل كده شيفت، بتشفت الخانات على حسب ما اتذكر في الاكسل يعني، ومشفتين كده الخانات لتحت، عاملين مسافه كده، وحاطين الداتا دي كتكمله للفاتوره، وتقعد تنزل بقى السطور لتحت. ده في الاكسل انا ببوظ كده داتا بيز. مثلا الفاتوره اللي هي دي عليها كذا ايتم مثلا، فبالتالي الخانه دي والخانه دي هيتكرروا كده، وهيتكرروا تاني كده، فبقى عندك الرو بتاع الفاتوره وعليه كذا ايتم.
دي طريقه الاكسل. لا في الداتابيز بقى لا، انا عندي جداول، فخلاص انا بدل ما احشر كل بيانات الايتمز اللي انا عايزها في خانه واحده، لا انا هعمل جدول تاني خالص فيه كل التفاصيل عن الايتمز اللي انا عايزها، بس هحط خانه فيه فورين كي تشيل الاي دي بتاع الفاتوره دي بس. صح. شكرا يا باشمهندس، شكرا جدا. لا لا يعني اي وقت، يعني اي سؤال او اي استفسار اتفضل. انا عارف ان الحته دي رخمه، ودي اصلا يعني يعتبر التركايه في ار بي نيكست، يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى كويس يعني. شكرا. طيب عايزين نبص على الداتابيس عشان نثبت صحه الكلام. لو دخلنا هنا كده اعمل كلير، ده الكونسول بتاعي، عندي البنش اهو، فري بنش ده. انا حاليا مش مسطب اي سيكوال اي جي يو اي، عشان يعني حاليا مش معانا غير الكونسول ده للاسف يعني. بس زي ما قلت المره اللي فاتت، احنا ممكن عادي نسطب جي يو اي كويسه، زي قلنا سيكوال ورك بنش، ده جي يو اي كويسه للداتابيس بتاعتك، تقدر ان انت تجيب منها الداتا اللي انت عايزها وتستخدمها يعني، وتشتغل على ويندوز عادي، بس بالتنكه طبعا بالداتابيس العصريه. بس حاليا اللي قدامنا دلوقتي الكونسول، وشرحت ازاي نكونكت على الكونسول في اول سيشن. انا هخش على البنش بتاعي، سي دي فري بنش، وبعد كده عايز اكونكت على الداتابيس. تمام، فهعمل بنش داش داش سايت، اسم السايت بتاعي انا طبعا انا عارف اسم السايت، بس ده دومين عشان مختلف عن اسم السايت، بس انا عارف اسم السايت بتاعي هو اسمه pscs.com. بعد كده بكتب له ان انا عايز افتح ماريا دي بي كونكشن عشان اخش على الداتابيس بتاعت السايت ده. لو جيت دلوقتي نشتغل على الفاتوره دي، هعمل سيلكت للداتا بتاعت الفاتوره دي من الداتابيز. هصدمك دلوقتي صدمه ان انت مش هتلاقي اصلا اي ايتم فيها ولا اي داتا ليها علاقه بالايتم. بص بقى معايا، لو عملنا سيلكت استريك يعني كل العواميد من الداتابيز فروم اب سيلز انفويس، بس هقول له كونديشن صغير. لما النيم قلنا بقى الاي دي في ايربنكس اسمه نيم، اللي هو البرايمري كي اللي اتكلمنا عنه اللي هو ما بيتكررش، والنيم دايما ايربنكس بتحطه هنا اللي ما بيتكررش. قول له هات لي كل الاعمده من جدول الفواتير لما الاي دي بتاعك بيساوي ده. ادوس انتر كده، طبعا ما حطيتش سيمي كولون، كان المفروض احط سيمي كولون في الاخر. جاب لي الاعمده كلها. طيب هل انت متوقع الاعمده دي هيظهر فيها ايتمز؟ تعالى بقى اوريك ايه اللي هيحصل. هاجي يمين كده شويه، طبعا هيقابلنا النيم اللي هو البرايمري كي بتاعي، الكرييشن اتكلمنا عليها خلاص، الموديفايد كل ده بالكاريت اوتوماتيك. الدوك ستيتس هنا زيرو اتكلمنا عليها برضو عشان انا لسه مسيف، بس لو سبميت هتبقى واحد، لو كنسلت تبقى اتنين، اتكلمنا خلاص. الاي دي اكس هنتكلم عليها كمان 5 دقايق لما نخش في التيبل، وهنلاقي التايتل، خانه التايتل دي اللي هي بتظهر هنا. هنلاقي ايه تاني؟ النيمنج سيريز ده هحتاج اشرحها فهنأجلها شويه، هقول لكم ايه النيمنج سيريز دي. بعد كده بقى الخانات كلها اللي هي الكاستمر، نبدا بقى خانه الكاستمر والكاستمر نيم اللي هي بتبقى تحتها دي مخفيه، والتاكس اي دي، كل دي خانات في الفاتوره. تعالى كده بعينينا سريعا، ما يهمناش قوي الخانات دي، اكتر ما يهمنا ان احنا نلقط فين الايتمز. هندور كده على الايتمز مع بعض. return against update currency price list set warehouse base total. ايه ده؟ هو عدى الايتمز؟ المفروض الحته دي هنكمل name place. run total in words disable. ده كده شكلها ما فيش ايتمز. يبقى انا لما طلعت، انا هكمل بس الاخر عشان اكد لكم ان مفيش items. لما جبت من الداتابيس بقى، الداتابيس اللي عندك اصلا اللي بناء عليها بيظهر لك الداتا دي وبيظهر لك الفاتوره دي، فما فيش اصلا اي حاجه تدل ان في ايتمز في الفاتوره دي، مجرد داتا رئيسيه للفاتوره نفسها، لكن ما فيش حتى الفيلد اللي هي اسمها ايتمز ولا اي حاجه اللي هي عندك دي. يبقى انا بالتالي كده
يبقى فينيكس قال لك لا، انا عندي جدول الفاتوره ده ما فيهوش اصلا حاجه ليها علاقه بالايتم، هي في داتا الفاتوره، الجراند توتال بكام، مش عارف الايه بكام، كل والكاستمر ايه، التاكس ايه، النت توتال كام، السيت وير هاوس كام، لكن ما فيش ايه، ما فيش ايتمز. طب ما الايتمز راحت فين؟ فين الايتمز بتاعت دي؟ طيب ركز معايا بقى على النيم ده. هنعمل 2 كويري دلوقتي، بس المره دي الكويري الجايه هتبقى على اسم المسانده او اسم الدوك تايب ده. انا قلت لك ان جدول الايتمز ده جدول منفصل، اسمه انا حافظ اسمه سيلز انفويس ايتم. مش هديله اي كونديشن بقى، انا عايز اسلكتها مره من غير كونديشن ومره بكونديشن. لما سلكتها من غير كونديشن ده رص لي كميه حاجات. تعال نشوف ايه الحاجات دي. بص بقى ظهرت معايا ايه: ايتم كود، ايتم نيم، ديسكريبشن، ايتم جروب، براند، ايمج، كوانتيتي. الخانات دي تفكرك بايه؟ تفكرك بنفس الخانات دي، بس في حاجه، هو رامي لك كل الايتمز اللي في السيستم. جدول السيلز انفويس ايتم في جميع الايتمز اللي اتعملت على الفواتير جميعها. طب انا عايز على فاتوره واحده، طب انا هعرف منين افرق بقى الايتم دي تبع انهي فاتوره؟ اقول لك خلاص، انا زي ما اديتك نيم وكريشن كده، انا عملت لك ريليشن ما بين جدول السيزون فويس ايتم اللي فيه جميع الايتمز اللي على جميع الفواتير اللي في السيستم كلها. قلت لك ان انا هعمل لك فيه خانه في الاخر كده مرميه في الاخر اسمها بيرنت. البيرنت دي بتقول لي ايه؟ الايتم او السطر ده موجود على انهي فاتوره، والسطر ده موجود على انهي فاتوره، والايتم دي على انهي فاتوره. فلو بصينا بعيننا كده، الفاتوره اللي هي رقم 6 دي فين؟ دي. وفين تاني؟ ما هي ممكن تتكرر، لو انا عامل صنفين فالمفروض تتكرر اهي. يبقى انا لو رحت كده شمال، انا متاكد لو رحت شمال هلاقي يا اما اللابتوب اللي هو اس كي يو 002، يا اما هلاقي 004. يعني يا اما دي الايتم دي او دي، يا اما دي الايتم دي او دي. تعال نشوف، لان انا عارف بقى ان البيرنت ده شايل اي دي الفاتوره. فهنروح شمال كده، بص على الايتم كود. الايتم كود عندي اهو، هنلاقي فيه ال 004 اهي اللي كانت ملنكه. طب بص، انا هقلل لك الكولومز شويه. مش احنا ممكن نختار الكولومز اللي انا عايز اصلحها؟ طب خلاص، انا هطلع الايتم كود بس اللي يهمني، وهطلع كمان البير، الخانه اللي تهمني اللي انا كلمتكم عليها في السكيب. بص بقى نكتشف ايه؟ نكتشف ان الفاتوره دي عليها الايتم ده. تعال نتاكد. فاتوره رقم 6 عليها فعلا الاس كي 004. طب الفاتوره دي اللي هي نفس الاي دي عليها الايتم ده. تعال نتاكد. ده عليها برضه اس كي 00. عايز تتاكد اكتر؟ تعالى نختار، نعمل كويري تانية بس نختار عواميد اكتر شويه عشان توضح لي. طب نختار نطلع الكوانتي. طب نختار الريت. ايه تاني ظاهر بره؟ نطلع الاماونت. دوس انتر. تعالى نحدد بقى الفاتوره معينه. هقول له وير لما البيرنت يساوي ده. انا عايز الايتمز اللي على الفاتوره دي. يبقى كده دي الكونديشن اصلا، او دي الكويري اللي بيكتبها وانت مش واخد بالك عشان يظهر لك الايتمين دول. معلش، هو في ايتم نيم اللابتوب والتاني فاضي صح؟ تعالى نختار الايتم نيم. طيب هما خانتين منفصلتين فنتاكد ايه اللي فيه، بس هو المفروض لو فيهم داتا يعني. اهي. قصدك عشان مش ظاهره هنا؟ اه اه انا بس عشان موفر عليه، يعني ده بس جي يعني انا لو فيشت كده اهو ظاهر دلوقتي. تمام فهمت تمام. تمام. فبكده لازم افهم الداتابيز ماشيه ازاي، عشان بناء على كده هطلع تعريف، واعرف ان انا هستخدم خانه البيرنت دي عشان النك ما بين اي فاتوره واي ايتمز على فاتوره. يعني انت شايف الايتمز دي ازاي قدامك كده؟ شايفها عشان هو كتب الكونديشن ده وكتب الكويري دي وانت مش واخد بالك. هو فعلا كتب سلكتايه بنفس اللي انا كاتبه ده. هات لي من السيلز انفويس ايتم لما البيرنت يساوي اسم الفاتوره دي، فانت بقيت شايف الايتم دي. وهو طبعا بيكريت الفاتوره، طبعا بينسرت الكلام ده، وبينسرت الاي دي بتاع الفاتوره اللي هو عليها. تمام. ودي السكيما
بتاعة الريليشن ما بين الفاتورة والعميل والسيزن فويس ايتم والايتم. طبعا دي سكيمة مفصلة عشان طبعا الفاتورة والسيلز انفويس ايتم والكاستمر كلهم فيهم خانات طبعا كتير قوي، فمش هنقدر نعمل السكيمة كلها، فاحنا عاملين سكيمة مبسطة. الريليشن دي كده اتفهمت ما بين الفاتورة والايتمز يعني، يا رب تكون وصلت، لان هي فعلا دي ان شاء الله جزئية رخمة، بس هتبدأ تفتح افكار جديدة وانت شغال وبتبيلد اي مثال بعد كده او بتعمل اي حاجة، تبدأ تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط وبيتم ازاي يعني. طيب آه طيب انا ممكن يا اما نعمل مستند، يا اما نشتغل جوين في الداتابيز، نعمل قصدي داتابيز، نشتغل داتابيز تاني. بس عشان ما نفصلش من اي ار بي نيكست، ممكن نعمل مستند ونربط عليه تشايلد تيبل، او يبقى خليه اساينمنت ليكوا يعني، خليه بقى احسن. يعني ممكن انتوا تعملوا مستند مثلا وتجربوا ان انتوا تعملوا مستند وتحطوا عليه تشايلد تيبل وخانه فورين كي، ومثلا ممكن يبقى مستند شبه الفاتورة، تعملوا مستند تاني للفاتورة، خلوه مثلا بقى برضه يكون في كاستمر مثلا ويبقى في تشايلد تيبل كده، ومثلا تبدأوا تعملوا كويريز عليه، يعني مثلا تطلعوا، أو مش شرط تعملوا، اعملوا كويريز على السيلز انفويس على طول. طلعوا لي مثلا على أي سيستم عندكم، طلعوا لي مثلا العميل ده جاب ايتمز ايه، اشترى ايه ايتمز على ايه وبريت ايه. يعني تعالى اديكم مثال، زي مثلا انا عايز سؤال اهو، عايز مثلا العميل اللي هو اسمه جرانت بلاستيك ده اشترى ايه من عندي كايتمز، فانا هكتب كويري. طيب لما نيجي نكتب كويري، في طريقه كده جميله بنكتب بيها اي كويري. آه انا هعمل بس فايل عشان اكتب فيه براحتي، بعد كده هقوم رامي سيكوال. هعمل تكست فايل جديده وهسيب بس التكست فايل دي امتداد سيكوال، يعني ملهاش لازمه، انا بس مجرد عشان تبقى واضحه قدامكم احنا. مطلوب مني ايه؟ مطلوب ان انا get all items bought by مثلا الكاستمر ده. تمام؟ بس دي مش الكومنت كده. طيب مطلوب منك السؤال ده ان انت تجيب كل الايتمز، ممكن نحدد هنا الاعمده، مثلا اعتبر ده تقريب، كنا نعمل تقريب، عايزين كل الفواتير او كل الفواتير بالايتمز اللي اشتغل العامل ده. فانا الاعمده اللي ممكن اطلعها ايه؟ اطلع مثلا كاستمر، اطلع الكاستمر نيم، وهطلع التقريب ده يعني، وهطلع طبعا اي دي الفاتوره مهمه قوي، مين على السيستم فويس. انا هعمل كده كام كويري حتى عشان نتمرن سوا، وبعد كده يعني ممكن من دلوقتي لحد نهايه السيشن نقعد نعمل كويز كده نتمرن، بحيث ان انت تقدر حتى بعد كده تتمرن مع نفسك، عشان الكويز دي هي اللي بتطلع لنا تقرير بعد كده. طيب فانا ايه الاعمده المطلوبه منك من التقرير ده؟ هطلع عمود للكاستمر، كاستمر نيم، والسيلز انفويس دي انا هشيل فيها الاي دي بتاعها يعني، مثلا نعمل اي دي او نيم بقى، احنا خلاص شغالين نيكست، فالبرايمري اسمه نيم. وعايز ايه تاني؟ عايز بقى خانات من هنا، فهبدا اقول لك انا عايز الايتم كود اللي اشتراها، وعايز كمان الايتم نيم ماشي، وعايز كمان الريت، عايز الكوانتيتي، ولما ده كده تقرير، وده فعلا تقرير بيطلب عادي جدا. مطلوب ان على عميل معين، تمام، اطلع التقرير الاعمده دي، اطلع اسم العميل والكود العميل قصدي، واسم العميل والفاتوره اللي عملها. ممكن ازود مثلا بوست جيت هنا اللي هو تاريخ الفاتوره، والاصناف بقى اللي اشتراها، واسم الصنف والريت فقط. طيب تعالى نشتغلها سكيما معلش الاول كجرافيكال جي اي عشان الدنيا تبقى واضحه قدامك في الرسم، بعد كده نطبقها. تمام.
نمسح الريليشنز دي. بس احنا خلاص فاهمين ان في ريليشن، احنا حاليا شغلنا كله هيبقى على جدولين. يعني اول سؤال تسأله نفسك في اي تقرير، يعني قبل ما تبدا اي تقرير او اي حاجه، تبدا تشوف الاعمده اللي انت عايز تصلحها. الاعمده اللي انت عايز تصلحها دي، او النتيجه اللي عايز تصلحها، هتتجاب من كام تيبل. يبقى انا لازم المايند سيت اظبطها. يبقى انا اول حاجه هفكر هجيب الداتا بتاعتي المطلوبه من كام، وبناء على الاجابه دي هبدا اشتغل. طب انا عايز اجاوب، هبدا اشوف الكاستمر والكاستمر نيم والسيلز انفويس والبوستنج دي. وعايز احط هنت، وحاول على قد ما تقدر سوري، تقدر انك تقلل عدد الجداول اللي هتجيب منها. بس يعني ايه على قد ما تقدر. طيب، عندنا الاعمده دي. هبدا افكر كده مع نفسي، الاعمده دي فين الجدول اللي ممكن الاقي جدول او جدولين مجمعين كل الاعمده دول. هبدا اسال نفسي، ابص على الفاتوره، لان الشغل كله فيه ايتمز وفيه عميل وكده. فابدا اشوف ان الايتمز دي، الخانات دي كلها لحد هنا اقدر اجيبها من جدول الفاتوره. فابدا اقول ان انا اول جدول هتعامل فيه هو جدول السيلز انفويس. والخانات اللي بعد كده اللي هي الايتم كود والايتم نيم والاماونت، هقول لك بسيطه. دي موجوده في جدول تاني اسمه سيلز انفويس ايتم. بالمناسبه عشان تبقى عارف، تعرف اي اسم تشايلد تيبل، يا اما تعمل ايديت دوك، يا اما تعمل كاستمايز. ولما تعمل كاستمايز تستنى عليه شويه كده، هتلاقي حاجه اسمها كاستمايز تشايلد تيبل، تقدر تعرف منها اسامي التشايلد تيبلز كلها في السيستم، في اللي على المستند ده. فاحنا شغالين على سيلز انفويس ايتم. يا اما تعمل ايديت دوك وتعرف الخانه دي اسم التشايلد تيبل بتاعها. فهو دلوقتي الايتم كود والايتم ريت، ايتم نيم والريت والكوانتي، اقدر اجيبهم من الجدول ده. فبالتالي هقول له والله الجدول التاني اللي انا محتاج اجيب منه الداتا، لسه ما عملتش اي ريليشن، ما عملتش اي حاجه، بس انا لازم احدد الجدول اطلع منه. لو جيت بقى رخمت عليك، قلت لك انا عايز كمان الكاستمر جروب، بس خلي دي سؤال بعده، يعني خلي ده سؤال تاني. هنزود جنب الكاستمر هنا كاستمر جروب. بالتالي المفروض تفكر السؤال ده الأول، أنت هتجيب من كام جدول. هتلاقي إن في جدول هنا زاد معاك، ده اللي أنا كنت عايز أوصله من السؤال ده، بس لما نوصل عشان نضيع شوية. طيب يبقى أنا كده خلينا في التقرير الأولاني، دي الخانات اللي أنا عايزها. طيب هبدأ أكتب الكويري بتاعتي، بس قبل ما أكتب الكويري أنا عايز أبص عليها كجرافيكال. عندي دي الفواتير، النيم بتاع الفاتورة، عندي شوية داتا على الفاتورة سواء جندولر وكاستمر والكلام ده كله، وعندي جدول ايتمز بتاعها. اكتشفت كده ان انا عندي جدولين، يبقى انا كده ومحتاج الداتا من جدولين، يبقى انا كده محتاج اعمل جوين، محتاج اجوين جدولين. بس الجوين بتقول لك اديني كونديشن عشان اعرف اجوين. اقول لها خلاص هتجويني لي جدول السيلز انفويس ده مع جدول سيلز انفويس ايتم. بناء على ايه؟ لما يكون النيم بتاع الفاتوره بيساوي البيمنت، فبالتالي هيقوم جايب التو ريكوردز دول. بس بص بقى اللي هيحصل لما يجيب التو ريكوردز دول، هتلاقي ان الحته دي او الرو ده فاضي. هل هيسيبوا لك فاضي لما يطلع لك الداتا؟ لا، ده بيبدا يكرر لك ده. لما يجي يجوين ويجوين مع جدول فيه داتا اكتر، فبيبدا في السلكت او الريتيرن بتاع السلكتايه يكرر لك صف. حتى تلاقي في بعض التقارير في السيستم كتير تلاقي دايما اي دي الفاتوره متكرر. يبقى انا فهمت ليه بقى اي دي الفاتوره متكرر، لان هي فاتوره واحده عليها كذا ايتم، فبلاقي ان اي دي الفاتوره بيتكرر. ده طبعا بناء على الداتابيز، انها لما بتلاقي ان اي دي واحد ملاندك مع كذا ريكورد تاني، فبتبدا تكرره مع كل ريكورد. تمام. فبيبقى ده الشكل اللي انا عايز اوصل له، ان انا اجوين سيلز انفويس مع سيلز انفويس ايتم لما يكون النيم بتاع الفاتوره بيساوي البيرنت
الايتم، فبالتالي سيلكت لي الايتمز اللي على كل فاتوره بس. طيب تعالى نكتب الكويري دي بسرعه. الكويري اي كويري بنكتبها، تمام. يعني بصراحه انا بقول دايما مصطلح كده في شويه سخريه، اللي احنا بنشمر ايدينا الاول وبعد كده نكتب سيلكت، تمام. وما بنختارش الاعمده دلوقتي، اخر حاجه الاعمده، ودوس انتر بان السطر الجديد. بعد كده بكتب فروم. اول سؤال سالته لنفسك، انت عايز تجيب من كام جدول؟ جدولين. ابدا حط اول جدول انت فكرت فيه، اللي هو السيزون بيس. بس انا كسنتكس لازم اظبطها، ان انا اسم الجدول بكتب علامه الباكتس اللي هي زور الذال، بعد كده بكتب تاب، بعد كده اسم الجدول، واقفلها تاني بباكتس اللي هي علامه الذال، زور الذال، تمام. ده كده اول جدول. اول جدول ما بكتبش فيه اي حاجه، لان هو انا كده جدول واحد. طب لما اجي اجوين مع جدول تاني، لان انا خلاص سالت نفسي سؤال، انا هجيب من كام جدول؟ كده جدولين، يبقى لازم جوين. او ما اعمل جوين، اقول له جوين لي مع جدول السيلز انفويس ايتم، وقلنا بنحط تاب قبل ايه؟ اي اسم ده. وبنحاول ننزل سطر جديد كل ايه؟ كل سيكونس، يعني سيلكت سطر جديد فروم سطر جديد جوين. هتقول لي انت ليه ما اخترتش الاعمده بتاعتك؟ عشان دي قلنا في الاخر احنا بنخلص الفروم والجوين والكونديشنز بتاعتنا كلها، بعد كده نختار براحتنا بقى على مزاج. طيب مجرد ما حطيت جوين جدول تاني، لازم تقول لي ايه علاقه الجدول ده بالجدول ده. طيب فبتبدا تقول لي العلاقه ازاي، بتكتب حاجه اسمها اون، وبعد كده تقول لي العلاقه. لما بتيجي تجيب من كذا جدول، لازم تحدد لي العمود جاي من انهي جدول. يعني ما ينفعش مثلا العلاقه هتقول لي اه والله ده النيم، خانه النيم او الاي دي بتاع الفاتوره لما يساوي خانه البيرنت. هتيجي ترن الكويري دي هيطلع لك ايرور، هيقول لك طب انا مش عارف النيم دي تبع مين. ما انت خد بالك ان انت آه، جدول السيلز انفويس ايتم في خانه اسمها نيم، وجدول السيلز انفويس بس في خانه برضه اسمها نيم. فبقى كده السيكوال متلخبطه، لانك حطيت له جدولين وفي كولومز متشابهه في الاسم، فهو بقاش فاهم. هو انت بتقول له النيم ده بيساوي ايه؟ بيساوي بيرنت ايه؟ مش فاهم حاجه. انت النيم ده بتاع مين؟ بتاع السيلز انفويس وبتاع الايتم، ويساوي بيرنت بتاع مين؟ ففي حاله الجوين دايما بحط اسم التيبل قبل العمود، عشان اعرف الداتابيز انا عايز العمود اللي جوه سيلز انفويس لما يكون بيساوي عمود البيرنت او كولوم البيرنت اللي جوه سيلز انفويس ايتم. فيبدا يماب الكولومز زي ما احنا شايفين كده، يشوف لما يكون النيم بيساوي البيرنت ويحط الايتمز ويكرر طبعا الفاتوره. طيب هل في كونديشنز تانية عايزين نحطها؟ الكلام ده على حسب التقرير. ممكن اقول لك والله انا عايز كل، بص بقى الحته دي بقى هتساعدك، حته اللي احنا شرحناها الدوك ستيز. عايز اقول لك هات لي السيلز انفويسز السبميتد بس. هنفتكر مع بعض سبميتد دي اعرف منين ان الفاتوره دي سبميتد ولا لا؟ فاكر لما قلت لك ان في خانه اسمها دوك ستيتس بتقول لي حالاتها ايه؟ حالاتها 0 1 و2. لو 0 يبقى دي درافت، لو 1 سبميتد، لو 2 كانت. تقول له خلاص، يبقى هقول له كونديشن كان انا عايز في حاله لما تكون الفاتوره دي دوت ستيتس بتساوي 1. انا حاليا هدوس استك، تمام، وهشغل الكويري دي عشان بس نشوف احنا وصلنا لايه، وبعد كده نختار الاعمال اللي احنا عايزينها. هاخد الكويري دي كوبي كده وارميها في الكونسول وسبيس. بص بقى عملت ايه. طبعا طلعت لي الفواتير، بس هتبدا تلاحظ ان الفواتير بدات تتكرر. بص بقى زي ما شرحنا في السكيما، هتلاقي اول 3 فواتير متكررين بنفس الداتا بتاعتهم الرئيسيه. بس لو بدات تروح كده شويه هتلاقي اول 3 روز متكررين، بس تقعد تيجي يمين يمين كده شويه هتبدا تلاقي ان هو لزق فيهم جدول الايتمز. وهتلاقي ال3 روز الاولانيين هنا مختلفين، لان دول 3 ايتمز ايه مختلفين اللي فعلا موجودين على الفاتوره دي. طب انا لو قلت لك انا عايز لعميل معين، وده السؤال اصلا، هقول لك هتقول لي ساعتها هزود كونديشن كمان. طب ازاي ازود كونديشن كمان؟ في حاجه اسمها اند، بقول له وكمان لما الفاتوره
بالظبط. اسم العمود اللي هو الكاستر، انا طبعا حافظ اسامي الاعمده. انت بالنسبه لك هتحتاج تروح تبص على الفاتوره نفسها، وتبص على اسم العمود ده ايه في الداتابيز. لما بتحط ماوس كده عليه بيظهر لك، او لو في فيرجن 15 بتدوس الت يظهر لك اسم العمود في الداتابيز. فهتقول له هنا لما الكاستمر ده بيساوي، طبعا انا محتاج اجيب الاي دي بتاع الكاستمر ده عشان عايز ده. باخد الاي دي كده، ان انا عارف ان ده الاي دي، اقول له لما يساوي ده، بس دي عشان سترينج احطه بين دبل كوت. عارف ان انا بقول معلومات كتير في وقت واحد، بس يعني لما تراجع الفيديو تاني ان شاء الله مره واتنين هتلاقي الدنيا وضحت يعني. او طابع تاني الكويري دي، هيبدا يجيب لي الفواتير بالاصناف اللي ايه على العميل ده بس. هبدا ابص الاقي ان اول 3 فواتير متكررين، وفي فاتوره 5. طبعا ما جابش 6 دي ليه؟ قول معايا عشان هي درافت ما سبمتتش. طب تعالى نسبمتها، بص ايه اللي هيحصل بعدين بقى معاك. دي حاجة في اي بي نيكست ان هو مش لاقي قيمة في المخزن، فممكن نعمل نشيل ابديت ستوك خالص ونسيف ونسبميت. المفروض ان هو كده هيروح يابديت ايه الدوك ستاتس بتاعها بواحد. فبالتالي لو كتبت الكويري دي تاني ودوست انتر، المفروض كده ان فاتورة رقم 6 دي تظهر معايا، وبالفعل ظهرت اهي واتكررت مرتين. ليه؟ عشان في تو ايتمز. لو رحت يمين خالص 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 هبدأ اشوف التو ايتمز بتوعي. حد فاهم حاجة؟ حد عنده سؤال؟ اتلخبط اي حاجة؟ يعني الكويري دي مفهومة؟ يعني لو في حد عايز يسأل ممكن يبعت في الرسائل يعني. شكرا يا باشمهندس، واضحه. طيب طيب العميل بقى مش محتاج ان هو كل الأعمدة دي بالنسبة له، يعني مش محتاجها. انا ابدا اطلع له الأعمدة اللي هو طلبها. بس طبعا قبل كل عمود لازم اقول له هيجي من انهي جدول. بس هبدا اختار اكتب اسم دايما الجدول الاول. هو عايز الكاستمر، فاقول له عمود الكاستمر ده موجود جوه الكاستمر. عايز عمود ايه تاني؟ عايز الكاستمر نيم، هقول له ان الكاستمر نيم ده موجود جوه برضه السيلز انفويس. عايز عمود ايه تاني؟ عايز السيلز انفويس نيم. بص بقى دي، انا عايز اي دي ده. طب اسم الخانه دي ايه؟ طب انا واقف عليها ما بيظهرليش اسمها دي. دي اسمها ثابت على مستوى جميع الاي ار بي نكس والسيستم كله، اسمها نيم. اسمها نيم، ده الاي دي او البرايمري كي اللي احنا قلنا عليه. فهو عايز النيم بتاع الفاتوره او الاي دي بتاعه، طلعناها له. عايز ايه تاني؟ عايز البوستنج ديت، اقول له بوستنج ديت يبقى سيزون ويت دوت بوستنج ديت. عرفت منين؟ هتلاقي خانه هنا اسمها بوستنج ديت. لو دوست الت فيرجن 15 هيظهر لي اسمها في الداتابيز. لو فيرجن 14 او اقل بتحط الماوس بس يظهر لك اسمها. هبدا ادوس اكتب بوستنج ديت. طب عايز ايه تاني؟ هتلاقي ان بدات الخانات تروح تخرج عن الشاشه، وانا ممكن انزل انتر عادي. سيكوال داتابيز مش هيأثر معايا. طبعا انا بعمل كوما بين كل عمود. عايز ايه تاني هنا؟ عايز الايتم كود. بص بقى الايتم كود، هل انا هجيبه من سيلز انفويس؟ لا، انا هجيبه من سيلز انفويس ايتم. فابدا اكتب له اسم الجدول اللي هجيب منه العمود عشان عملت جوين. فانا عايز الايتم كود، هجيب الايتم كود. عايز ايه تاني؟ عايز الايتم نيم، هجيب الايتم نيم. عايز ايه تاني؟ عايز الريت. ابدا بقى انا ابتكت عشان اكتب بسرعه. عايز الريت. طبعا انا عارف اسامي الخانات. طب انت عايز تعرف اسم الخانه، هتعرف منين ان انت سيلكت؟ او اقول لك بص ايديت على اي تشايلد تيبل، برضه نفس الكلام. لو فضلت واقف على الماوس في اي فيرجن من 14 الاقل هيجيب لك اسم الخانه في الداتابيس. لكن لو دوست الت في فيرجن 15 بيجيب لك اسم الخانه. هنلاقي دي ايتم كود، دي اسمها كوانتيتي، ايتم نيم، وفي ريت اهو تحت، وفي الاماونت. فعشان كده انا بكتب بس بسرعه. لكن طبعا لو كتبت اسم الخانه غلط او كولوم غلط في الداتابيس هيطلع لك ايرور على طول. تمام. عندي الكوانتيتي، هنزل سطر جديد بس عشان ما يخرجش. عايز ايه تاني؟ العميل عايز ايه مني؟ عايز الاماونت، مفيش مشاكل. اقول له امسك الاماونت كمان. طيب اخر كولوم بعمل له سيلكت، ما بحطش كوما بعده. ركز قوي في الحته دي عشان بيطلع ايرور كتير. اخر كوما بعمل له سيلكت، اخر كولوم بعمل له سيلكت، ما بحطش كوما كده غلط، هيطلع لي ايرور. ان لو رحت رميت الكويري دي في الداتابيس كده هيقول لي طبعا ايرور، عشان انا عارف ان ما ينفعش احط كولوم او كوما بعد اخر كولوم. تعالوا هعمل تاني الكويري هنا، هيقول لي برضه ان في ايرور. جدع. يبقى الايرور، تعال نبص. بيقول لي هنا ان في ايرور جنب ايه؟ جنب السيلز انفويس ايتم اون كذا. طيب تعال نبص على الايرور. بص انا نسيت هنا كوما. انا هنا نسيت كوما.
ما بين كل كولوم وكولوم لازم كوبي. يبقى اي نعم انا سطر جديد، بس ده معناه ان انا برضه لازم احط كولوم طالما في كولوم ظهر بقى. تعال نحطها تاني كده. ظهرت اهي. بدأ جاب لي الداتا بالظبط اللي انا عايزها. وعلى فكره نفس الكويري دي بالظبط دي اللي اصلا بنعمل بيها التقريب. يعني الكلام اللي قدامك ده مش كلام في الهواء، لا انت هتستفيد منه جدا لما تفهم داتابيز وتفهم العلاقه ما بين الجداول. هتبدا تعرف تطلع تقارير في السيستم. وهيبقى في سيشن اصلا مخصصه ان احنا نعمل تقرير في السيستم، بس مش هنقدر نشرح السيشن دي قبل ما تبقى فاهم اصلا داتابيز. يعني الاساس الداتابيز، وتفهم يعني ايه لينك فيلد، يعني ايه تشايلد تيبل، يعني ايه جوين، نعمل جوين، الديزاين بتاع الداتابيز شغال ازاي بتاع اي بي نيكست، وبناء عليه تعرف تكتب سلكتاه زي دي بكل سهوله. خلينا مثلا نسيب السلكتاه دي كده ونخلي دي اساينمنت مثلا، او يعني اللي حب يتمرن يعملها خلاص. يعني هو بس زياده هنا ان هو هيطلع كولوم زياده اسمه كاستمر جروب. بس يعني فيها بقى ان انت هتفكر بس ازاي هتطلع كاستمر جروب ده. تمام. يعني احنا ممكن ندردش فيها برضه شويه دلوقتي. تبدا تفكر بالطريقه دي، هتطلع الداتا من كام جدول؟ هقول لك خلاص الخانات دي تطلع من كام جدول؟ هقول لك الكاستمر هيطلع من سيلز انفويس، وده يطلع من سيلز انفويس، وده سيلز انفويس برضه. كل ده لحد احنا اشتغلنا عليه اصلا هيطلع لحد هنا من سيلز انفويس، وده هيطلع من السيلز انفويس ايتم. طب ده الوحيد اللي مش موجود في السيلز انفويس ولا السيلز انفويس ايتم. فهتشوف هو موجود فين وتجوينه وتشوف ايه العلاقه اللي ما بينه وما بين الجدولين اللي انت اخترتهم. يعني زي مثلا انا عارف ان انا هجيب كده كده من الجدولين دول، بس ده مش عارف لسه هجيبه منين. فتبدا تشوف هتقدر توصل لدي منين، وبناء على الجدول اللي انت هتعرف ان انت هتجيبه منين ده، شوف الجدول ده علاقته هيبقى مع ده ولا مع ده. طب معلش انا عايز اعملها واديك اصلا من تاني. كاستمر جروب، لو بصينا كده المعلومه دي انا ممكن اوصلها جوه الكاستمر. جوه الكاستمر في حاجه اسمها كاستمر جروب. طيب يبقى انا كده جاب السؤال ان انا ممكن احط تيبل كمان. بس في حاجه لازم اعرف التيبل زي اللي حطيته ده هيريليشن مع مين؟ هيريليشن مع ده ولا هيريليشن مع ده؟ هبدا افكر ايه الخانات اللي هنا اللي ممكن تبقى ليها علاقه بالكاستمر. هفكر سيزون فويس ايتم، لا مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه حرفيا. يعني هل هنا في اي كاستمر في اي خانه كاستمر؟ لا. طب هبدا افكر الفاتوره نفسها في اي خانه ليها علاقه بالكاستمر؟ عندي خانه اصلا البوينت كي اللي شايله البرايمري كي اللي شايله بتاع الكاستمر. يبقى انا هكتب نفس الكويري دي بالظبط. تمام. بس هجوين تالت او تاني بقى. انا دلوقتي جبت من الفاتوره وجوينيت مع جدول سيزون فويس ايتم لما سيزون فويس نيم بيساوي سيزون فويس ايتم دوت بيرنت. عايز بقى المره دي اجيب داتا من جوه الكاستمر اللي هي الكاستمر جروب. حاليا مش هقدر اوصلها لان انا مش شايف. بس لو عملت جوين تاني كده مع حاجه اسمها تاب كاستمر، عرفت منين اسم التيبل اهو. لو دخلت على الكاستمر كده اسم التيبل بيتكتب هنا اهو، ده اسم التيبل داتابيز. بس احنا في السيكوال بنكتب قبله تاب ونقفله ونفتحه ببابس. هقول له بقى الريليشن دي مهمه قوي. اقول له ايه الريليشن بتاعتك؟ الكاستمر ده علاقته بايه؟ هقول له ان لما الكاستمر دوت الكاستمر ده مش ليه اي دي او نيم، اقول له لما النيم ده يساوي الخانه دي. طب الخانه دي اسمها ايه؟ لو بصيت كده جوه الفاتوره اسمها كاستمر. يبقى اقول له لما النيم بتاع الكاستمر ده يساوي ايه؟ يساوي business دوت كاستمر. عارف ايه اللي هيحصل؟ تعال نبص في الدياجرام ده كده. الكويري الاولانيه بس اللي احنا وصلناها، اللي هو عملنا جوين السيلز انفويس ايتم وطلعنا ايه؟ الايتم كود بالبرنت. بس انا السيكوال اللي بعديها قلت لك كمان حط لي بيانات خانه اسمها كاستمر ايه جروب. هتجيبها ازاي؟ قلت لي والله ده جوه الكاستمر. طب ماشي جوه الكاستمر. طب هتجيبها ازاي برضه؟ ايه علاقه الكاستمر بالخانات دي؟ هتقول لي ما انت هنا عندك حاجه اسمها كاستمر اي دي. فايه اللي بيحصل؟ هتجوين الجدول اللي انت طلعته ده
لما الكاستمر اي دي، بص بقى، لما الكاستمر اي دي ده يساوي ده اللي هو البرايمري كي ده، فبالتالي هيقوم رايح جايب الكاستمر جروب. زي مثلا دي اسمها الخانه دي اسمها كاستمر جروب، هيقوم جايب ايه لما الكاستمر اي دي اللي هو جوه الفاتوره يساوي الاي دي بتاع الكاستمر. فده مثلا 4، فيشوف الكاستمر اللي رقم 4 يقوم جايب الايه الكاستمر جروب بتاعه وحطه هنا. يشوف الكاستمر اي دي الكاستمر اللي عنده اي دي 4 فين اهو، يقوم واخد الكاستمر جروب بتاعه ويحطه هنا. يبقى انا كده عايز اقول لك حاجه، الكويري اللي قدامي دي تقسم على 3 مراحل. يعني ايه 3 مراحل؟ من اول مبدئيا انا ما بحسبش، قلت لكم السلكت دي اخر حرفيا حاجه انا ممكن اهتم بيها. انا يهمني قوي بسلكت فروم ايه وجوين مع مين والكونديشنز بتاعتي ايه. طيب بص، السلكت بتمشي كالاتي: تبدا بالفورم، يبدا يجيب جدول سيلز انفويس اول حاجه بالخانات بتاعته، اللي هي الخانه دي عشان نطلع الخانه دي ودي الخانه بتاعت السيلز انفويس، دي الفورم بتاعتك. بعد كده ينزل على السطر اللي بعده يجوين مع جدول سيزون فويس ايتم، فيبدا يجيب جدول سيزون فويس كده جنبه، بس هو لسه ما ربطش ببعض. هيبدا بقى على حسب الكونديشن، على حسب الكونديشن اللي عندي لما يكون اسم الفاتوره بيساوي البيمنت، فيبدا يجيب الخانات دي جنب بعض كده. كده هو جوين الجدولين دول. حاليا مع اول جوين بتحصل، مع اول جوين اللي هي حصلت دي كده، الاثنين دول بقوا جدول واحد. يعني السطرين دول كده بالنسبه للداتابيس في المرحله دي لسه بقى ما جوين مع، بالنسبه له ان الحته دي كده جدول واحد. فهيقول لك ان، فكده لما بيجي جوين تاني بيجوين مع كل ده، يعني بيجوين مع ده بقى. فده اللي طالع عندك دلوقتي لحد السطر اللي هو اخره هنا بيرنت، ده كده اللي طالع اللي انا معلم عليه اللي هو ده اللي طالع عندك ده. يبدا تقول له جوين لي كمان اللي طلع ده مع جدول الكاستم لما يكون البرايمري كي او النيم بتاع الكاستمر بيساوي ايه الكاستمر اي دي، فيبدا يحط لك يجوين لك اخر جدول عندك اللي هو الكاستمر، وبالتالي يبقى كده عندك جدول كامل بالايه بالحاجه بتاعتك كلها. تبدا بقى عن الكونديشن، زي مثلا عندك هنا مطلع لك 30000 رو، يبدا بقى ايه يوان الكونديشن تشوف الاول يقول لك انت قايل له هنا هات الفواتير بس الدوكسس بتاعتها واحد، فيقلل لك مثلا شويه فواتير ويقلل لك شويه ريكوردز اللي يجيب لك كل اللي واحد بس. وقايل له هنا لما يكون اسم الكاستمر فلاني فيجيب لك برضه الفواتير بس والايتمز اللي على الاسم ده. وفي الاخر خالص تبدا يبص بقى انت عايز اصلا انهي كولومز من الحاجات دي. فعشان كده دايما اقول لك سيلكت خليها اخر حاجه. فهنا ممكن خلاص احنا خلصنا الكوي بتاعتنا نورناها بس، وكده خلاص احنا برضو طولنا قوي كفاية كده، الساعة 11:45 كده. آخر حاجة هسلكتها بس هي الكولوم أصلا كان مطلوب اللي هو كاستمر جروب. حاجة ورناها بس نتأكد إن احنا تمام ماشيين صح. أما ورناها كده أهو طلع لي الكاستمر جروب بتاع ايه بتاعي. طيب حد عنده أي سؤال؟ طيب أنا كده خلصت. اتفضل حد عايز يكمل؟ لا تمام، انا بس كان عندي اخر حاجه في الكويري الاخيره دي. اه هو في السطر رقم 23. ماشي. طيب مش احنا قلنا ان التاب كاستمر دوت نيم دوت اللي هو الاي دي، حلو. هو بيسجل الاي دي يعني بيسجل اسم الكاستمر هو نفس الاي دي. افرض انا عندي مثلا كاستمر اسمه احمد ودخلت كاستمر تاني اسمه احمد تاني، حلو. فاكيد الاي دي تعال نشوف. بيتغير. لا تعال نشوف إيه اللي بيحصل اهو. انت سؤالك دلوقتي ان انا عندي كاستمر اسمه مثلا احمد، فلنعتبر ان ده احمد. انا هعمل دلوقتي حالا كاستمر قدامك جديد واحط الكاستمر ده نيم ده تاني. بص إيه اللي هيحصل، هيقول لي ان انت اصلا ده موجود. بص بقى عمل ايه، قام قال لك انا مش هقدر ما اضيفوش بس هحط لك فيه داش واحد. فايه اللي هيحصل،
هتلاقي ريكورد نزل كاستمر نيم اللي انت عايزه، بس بص ايه اللي حصل في النيم الاي دي هنا زاد داش واحد. مم. داش واحد دي بتقول لك من الاخر ان ده برايمري كي ما ينفعش يتكرر. فانا ماشي، انت عايز تسميه كذا لان احمد ده فعلا اسمي بيتكرر متكرر، هحط لك في الكاستمر نيم، بس الاي دي ده انا مستحيل اكرره. فلو حد دخل باسم احمد مرتين هتلاقي داش واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. طيب انا عندي في زوهو مثلا ساعات بفتح الدوبليكيشن، هنا ما ينفعش افتح الدوبليكيشن؟ انا كده فاتحها بس صح تمام، خلاص ماشي. ما هو بفتح الدبليكيشن لها موجوده اصلا بس احنا بالنيم، كاستمر نيم. انا كل اللي انا يهمني ان خانه تبقى اي دي، ما يهمنيش بقى انت مكرر خانه دي مكرر خانه دي مكرر خانه دي. انا كل اللي انا عايز اطلع منك في الاخر ان كل ريكورد في داتابيز يبقى ليه اي دي او برايمري كي او نيم مختلف عن التاني، بس كده. اي خانه تانيه قرار زي ما انت عايز. تمام فهمت. ماشي. تمام. طيب حد عنده اي سؤال؟ طيب ممكن بقى انتوا تتمرنوا على بعض الكويز لو حابين برضه من الفاتوره، يعني خليكم شغالين من الفاتوره عادي. آه هي بس انا مش عايز اديكوا حاجه صعبه. ممكن مثلا سيلز بارتنر، تختاروا اي سيلز بارتنر هنا. سيف سيلز بارتنر ده. اوكي. نرجع تاني على الفاتوره. الفاتوره دي اهو، زي مثلا عندي فاتوره على السيلز بارتنر ده، تمام، والكوميشن ريت ده. ممكن مثلا ايه تضمنه في ايه تجيب لي برضه، بس بدل كاستمر بقى يبقى سيلز بارتنر. جيت اول ايتمز اللي باعها السيلز بارتنر باي سيلز بارتنر، تمام. يبقى ده كأنه كاستمر بس انت هتجيبها بالسيلز بارتنر. والخانات بقى مش هنجيب طبعا بقى ماشي، هنحتاج برضه انا بعت لمين كاستمر، مفيش مشاكل، خلي الخانة زي ما هي بس هنزود الخانة دي اللي هي السيلز بارتنر اللي هي اسمها ديفولت سيلز بارتنر، اللي هو مين اللي باع. وممكن ناخد كمان فيلد من جوه لو عايزين نقول هي الكوميشن ريت، بس هي تقريبا بره كمان. ماشي، هو الكوميشن ريت مهم، عايز الكوميشن ريت كمان في السيلز بارتنر ده. وهجيب خانة من جوه عشان نجوين مع دي. فليكن تيوتوريالز. بس ممكن التاسكات دي تمرنوا عليها كده. وطبعا تاخدوا دي كريفرنس وتضيفوا عليها، تمام. انت هتزود بس الثلاث خانات دول، فلازم تفكر نفس التفكير، هتجيب من انهي جداول والجداول اللي هتزودها، كل جدول تفكر ريليشن هتبقى ايه مع التاني وكده يعني. كده كده ممكن بداية السيشن الجاية اللي هي هتبقى بعد بكرة ان شاء الله، خلاص يعني هنسيب دايما يوم اجازة عشان الناس ايه تلحق تطبق او تريح كده يعني. فبعد بكرة ان شاء الله السيشن الجاية بدايتها هنحل على طول دي بإذن الله. تمام. حد عنده اي سؤال؟ انا كده خلصت. لا شكرا، كتر ألف خير. شكرا، بس تعبناك يا باشمهندس، شكرا.